بره معظم تفاصيل الكوره اللي بتنجح اللعيب الانديه دي بتعملها. هنا معظم الانديه بتهتم بالتمرين وبس. هل كل نادي هناك عنده دكتور التغذيه بتاعه او النيوتريشنست بتاعه؟ اللايف ستايل هنا غير اوروبا. كوتش فايلر اما جه مصر كان بيتكلم على الميديا والكوره، فبيقول لك الكوره هناك يا جماعه وظيفه. في عنصريه في كوره في اوروبا، في مدربين اوروبيين بيحب اللعيب الاوروبي. الحاجات دي قابلتها طبعا. مساء الفل عليكم وحلقه جديده من نيوتري فيتنس بودكاست. الضيف النهارده حد عزيز جدا على قلبي انا شخصيا، يعني عرفته من فتره مش بعيده قوي، بس من اكتر الناس اللي كانت بالنسبه لي اخلاقها عاليه جدا في مجال الكوره، احترافيه لابعد حدود، مهنيا حد فيري بروفيشنال جدا يعني. محمد الجباس، او زي ما بنحب احنا نقول له دايما، هو بيحب الناس تقول له دودو الجباس. كابتن ازيك؟ حبيبي يا دكتور، اخبارك ايه؟ تسلم على المقدمه الحلوه دي يا باشا. ده لسه احنا هنحكي في حكاوي كتير قوي يا دودو. حبيبي يا دكتور، ربنا يخليك. انا مبسوط بس يعني قصه احتراف كبيره قوي، او قصه كوره كبيره قوي من المصري. 2006 بدايه اعتقد، وصلنا ل 2009 كده. سافرنا بلجيكا ليرز، بعد كده على فرنسا ارل افنيون، وبعد كده نروح على من ليرز طلعنا على سويندن سيتي، سويندن تاون انجلترا، وبعد كده ارل افنيون، وبعد كده رجعنا على دجله، ومن دجله رجعنا تاني فتره تانية في ليرز، ومن ليرز على دجله، ومن دجله على حاليا بيراميدز. صح، لفه طويله قوي. ده حضرتك مذاكرها. بس لا، ده في لسه حكاوي انا عايزك بقى تحكي لي. بس قبل ده كله الكلام ده كان مع دودو، هو كام؟ 21 سنه. لا، في دودو بقى هو كام؟ 16 سنه. راح فين دودو وهو 16 سنه؟ بس الاول قول لي حكايه دودو الاول. دودو دي جت من البيت. انا كنت في نادي الصيد، يعني ناشئين نادي الصيد. اوكي. بورسعيد، انا من بورسعيد. وانا في يعني البيت عندي كانوا، انت عارف محمد كتير، محمد فبيبقى ميدو حماده. فانا كنت دودو من وانا صغير في البيت. اوكي. ففي نادي الصيد كنت ناشئين نادي الصيد انا على طول في النادي يعني. فخلاص بقيت معروف بدودو دي دودو. لحد ما رحت بقى النادي المصري في بورسعيد. فاول ما رحت بقوا صحابي القريبين اللي كانوا معايا في نادي الصيد يقولوا لي دودو. اوكي. فبدات في المدربين يعرفوا ان انا اسمي دودو. اوكي. فبدات تمشي في النادي في الناشئين ان انا خلاص ده اسمه دودو الجباس. لحد ما طلعت فريق اول في المصري. في المصري شويه اخدت دودي الجباس. انا كنت عايز اسالك، يعني في ناس كانت تقول دودي وناس تقول دودو. بس هي دودو. بس دودي دي يعني في معلقين لما بدات العب شويه. ما اعرفش حد قراها غلط ولا ايه، وبرضه لزقت. فلزقت بقى. فلزقت شويه لحد ما مع الوقت، مع السوشيال ميديا، مع الناس بدات تعرف ان هي دودو. فخلاص بقى اتشهرت يعني بالاسم ده. قبل بقى المصري في حكايه كده زي ما قلت لك، الناس ما تعرفش خالص. دودو هو 16 او 15 سنه راح فين؟ انت بتتكلم عن نيوكاسل طبعا. اكيد يا باشا. مع ناس ممكن ما تخيلش يا جماعه دودو الجباس نيوكاسل اكاديمي. بس الراجل ده سافر انجلترا. واحكي بقى. انا كنت الاول زي ما قلت لك كنت ناشئين نادي الصيد. قعدت فتره العب في نادي الصيد لحد ما رحت النادي المصري. بدات العب في ناشئين، لعبت مثلا موسمين 3 كده. فانا 16 سنه كان كابتن محمد رمضان، لو تعرفوا طبعا. اكيد طبعا. كابتن النادي الاهلي. كان مدير الكوره بتاع الفريق الاول. فانا اتصعدت صغير في المصري. فهو اول ما اتصعدت كان موجود شويه، وبعد كده هم يعني الجهاز ده مشي. فحصل بروجرام زي عارف ذا فويس واكس فاكتور وستار اكاديمي والحاجات دي. معايشه بقى، عملت زي فكره معايشه. لا، الاول كان في برنامج اتعمل. ساعتها كان على فيوتشر تي في مستقبل، لو تفتكر. اكيد طبعا. اللبنانيه. برنامج مواهب كوره. كان اول مره زي مواهب الغنى ومواهب الرقص والتمثيل والحاجات دي. كان اول برنامج اتعمل في الشرق الاوسط عن مواهب الكوره. حاجه زي اللي بتحصل دلوقتي كده، بس كان اللي هي نسيت اسمها، اللي هي موجوده دلوقتي على كابيتانو كده. ايوه بالظبط. بس كان زمان بقى خالص. كانت طبعا في الوطن العربي كله، مش مصر. كان اكيد لعيبه من كل حته. فلقيت كابتن محمد رمضان بيكلمني او بيكلم اهلي يعني ساعتها، ان في بروجرام كذا كذا كذا، وان في شراكه مع نيوكاسل، واللي هيكسب هيروح نيوكاسل. فلعب في دماغي شويه سان جيمس بارك بالظبط. فرحت. كان بروجرام بقى وتلفزيون وفوتينج وكل اسبوع بنلعب ماتشات وعلى التلفزيون ونعمل تشالنجز، وكل اسبوع ناس بتإليمينيت وناس بتفضل لحد الحمد لله ما فضلت لحد اخر 7 بتوع نيوكاسل جوم مصر. اخر 7 كنت يعني اخر 7 متسابقين من 60 لعيب. وخلي بالك من 60 لعيب بعد الاختبارات. يعني هم راحوا كمان تصفوا قبل كده. تصفوا، راحوا السعوديه وبحرين والمغرب وكل البلاد العربيه ومصر وكده. صفوا 60. قعدوا بقى يصفوا 60 ده بالبروجرام لحد ما وصلنا اخر 7. والاخر 7 دول مش مصريين، ده انا كنت المصري الوحيد. المصري الوحيد. يعني كان في سعودي، كان في جزائري، كان في
بحريني، كان في عراقي كده. فبتوع نيوكاسل جم اختاروا المفروض الوينر كان هيبقى واحد بس. واو. قالوا لا، هم لقوا تالنت شويه، قالوا احنا عايزين الثلاثه دول. طب حلو، كان يعني واحد سعودي. الشانس زادت كمان. بالظبط. كان واحد سعودي مم. اسمه عبد الرحمن، وواحد اسمه صدوق الحاج جزائري، انت لسه فاكر؟ وانا طبعا فاكرهم. إيه. وبس، ورحت نيوكاسل، قعدت سنه طبعا بقى 16 سنه. يعني انت بتحكي في اكسبيرينس، انت شاب في مدرسه. طبعا. انت كنت لوحدك ولا كان في؟ لوحدي خالص بقى طبعا. والله العظيم. انت متخيل من بورسعيد لنيوكاسل، من نادي الصيد الصيد والنادي لنيوكاسل، المصري بالظبط. لنيوكاسل يونايتد. بالظبط، نيوكاسل يونايتد لوحدك. اوكي. 16 سنه رحت طبعا. انت فرق بقى في كل حاجه، فرق في احكي لي عن الثقافة، الاكسبيرينس في دي، الجو. وكانت ممكن تكمل يعني. ليه النهارده دودو ما سمعناش الحكايه دي خالص، او ان دودو مثلا كمل؟ طبعا كانت ممكن تكمل، بس انا احكي لك من اولها. طبعا انا رحت هناك في الاكاديمي. كان في لعيبه طبعا دلوقتي لعيبه كبيره في الدوري الانجليزي بيلعبوا، كانوا معايا في فرقتي اللي هي في ساعتها كنت تحت 16 سنه. اكسبيرينس غير طبيعيه بقى طبعا، في التمارين، في الليفل، في الملاعب. كان ساعتها الان شيرر ومايكل اوين في الفيرست تيم. واو صح، كان الفتره دي كان ساعتها مايكل اوين لسه راجع من ريال مدريد، كان الان شيرر لسه ما بطلش، كان في نيكي بات، سكوت باركر. الناس دي شفتها كل دي اتمرنت معاهم، اتمرنت فريق اول. انا احكي لك بعد صوره بقى كابتن دودو. يعني قعدت 6 شهور في الاكاديمي اوكي. بتمرن وماشي كويس قوي. كنت هناك بقى، دي اللقطه اللي انت بقول لك عليها، عشان انا كنت صغير ما ينفعش اقعد لوحدي. انت القانون هناك لازم معاك بالزبط. زي ولي امر. بالظبط. فهم الانديه دي بيبقى عندها عائلات، حد مثلا راجل ومراته عايشين لوحدهم وعندهم بيت كبير، بياخدوا اللعيبه الصغيره دول يقعدوهم معاهم زي يكفلوا كده. بالظبط، مسؤول عنه. بالظبط. أوكي. كانوا انا فاكرهم لحد دلوقتي. واو. كان بيني دي كانت الست وباركر ده الراجل يعني. اوكي. المصري المصري اصيل يا اخوانا، المصري اصيل. لحد دلوقتي فاكرهم. كان ليا اوضتي في البيت، بيعملوا لي اكلي، بيغسلوا لي. طبعا بعرف اروح بقى واجي لحد ما طبعا اللغه اتحسنت، لان انا كنت برضو مدرس انجلش، فكان عندي شويه انت انجلترا فالدنيا فيها لما انجليزي. رحت بدات طبعا اتعلم. جيت في يناير مشوا مدرب الفريق الاول وطلعوا المدرب بتاع الاكاديمي اللي كان ماسك زي قطاع ناشئين كده. حلو قوي. طلعوه، فاخد معاه 4 لعيبه صعدهم، جميل. منهم انا. هتلعب ايوه اطلع تحلو. فريق اول. لا انا ما كانش عندي كونتراكت. اوكي. بتمرن. اوكي. بس انت عارف هي دي بقى اللقطه اللي انت كان فيها. انا قعدت شهرين اتمرن مع الفريق الاول، طبعا انا اول ما دخلت 16 سنه طلعت. انت عايزين بس نعدي قصاد السان جيمس بارك، مش نقول بص، نعدي يعني. التريننج سنتر بتوع نيوكاسل قدام بعض، ده الناشئين اوكي. وده الفريق الاول. اوكي. بتعدي الجيت بتبقى في التريننج سنتر بتاع الفريق الاول. دنيا فانا لقيتهم بيكلموني عدي الجيت، انا مش فاهم حاجه، قالوا لي هتروح تتمرن مع الفريق الاول. طبعا اتمرنت مره، في الثانيه لقيت قعدت معاهم شهر ونص بتمرن في الفريق الاول. لقيت الايجنت بتاعي بيكلمني ساعتها، كان اسمه هشام الخشن، كان هو اللي عامل البروجرام وكنت ماضي معاه. لقيته بيكلمني قال لي دودو عندي ليك خبر مش هتصدق. قلت له ايه؟ قال لي نيوكاسل عايز يعمل معانا عقد. الله. قلت له مع مين؟ قال لي معايا. مع مين؟ انا فاهم رايح سنه يعني فاهم معاه. وكل ده ودودو لوحده أنا جاست لوحدي. على الاثنين الانجليزي اللي انت معاهم دول. كان معايا اللعيب بقى. السعودي والجزائري ما عرفش يجي، كان عنده مشاكل في الفيزا فاتاخر، فكان عنده فيلم كده، ما كانش عنده اوراق وكان فيلم كبير. لكن السعودي كان معايا بس ما طلعش معايا فريق اول يعني، اتمرن شويه ونزلوه تاني. جالي بقى الايجنت قعد معاهم، جم يحاولوا يعملوا كونتراكت. ساعتها بقى حصل مشكله ان انا مش اوروبي، ولا مش اوروبي، مش أوروبي أكيد. ولا لعبت في اوروبا. ففي حاجه اسمها في الدوري الانجليزي الورك بيرميت، اللي هي رخصه العمل، تصريح العمل. تصريح العمل. تصريح العمل ده الدوري الانجليزي انت عارف عشان هو التوب بتاع الكوره، الانديه او الدوريات بالظبط. الاوروبيه. بيبقوا حاطين رولز لاي لعيب من بره البلد يجي، من بره من بره اوروبا، لازم يبقى ليهم رولز. حاجه من الاثنين، يا اما اللاعب سنتين قبل كده في دوري اوروبي، او لاعب فيرست تيم المنتخب بتاعه الاول لمده سنتين. واو. اوكي. فانا طبعا ولا كنت ده ولا ده، انا جاي لكم من المدرسه يا اخوانا على هنا. بالظبط. فقعدوا بقى يحاولوا يجيبوها يمين شمال، مفيش. فساعتها كان في بيحاولوا ان انا امضي معاهم ويطلعوني لون لاي حته في اوروبا اللي بتسمح بقى اوت اوف ذيس رولز يعني. بالظبط. اوكي. هم في النادي قلقوا شويه من الموضوع ده، قال لك احنا مش هنعرف الديفلوب بتاعته هيبقى عامله ازاي، واحنا ما عندناش نادي احنا كنترول عليه ان يلعبوا ويطوروا، ما يروحش يقعد في حته تاني. بالظبط. فباظت يعني. فده السبب اللي خلاني ما امضيش عقد في نيوكاسل وانا
يعني في احنا السن ده. بنتكلم يا دودو وهو 16 سنه كان ممكن يكون يعني ابروتشنج او ابلاينج في نيوكاسل يونايتد. بالظبط واو بالظبط. واو. فطبعا دي كانت هتبقى تيرن اوفر في طيب الكارير غير طبيعي طبعا. يعني لو هسألك على المرحلة دي، المرحلة دي أنا يعني بص ده انت اللي قلته اصلا ده لوحده يعني فيلم يثقل يعني. شخصية واحد لسنوات، انه شاب متنقل من جوه مصر وبنصحى براحتنا وبابا وماما يا باشا اطلع على انجلترا طبعا. ومدربين بقى خواجات ولعيبه وانضباط وي. الفترة دي كانت حياتك ازاي فيها تغذويا تدريب؟ هل كان هقول لك كان لسه في وعي يعني كان دودو بدأ يبقى عنده وعي النيوتريشن اللي انا بما اني بتعامل معاه لا فعارفه طبعا. دلوقتي؟ لا طبعا. لا ساعتها بقى بدات اتعلم، بدات اشوف الكلام ده. يعني انا كنت اول مره في حياتي مثلا اروح النادي الساعه 7 الصبح دي، انزل الصبح وانزل اروح المترو. هم طبعا عرفوني طريق ازاي بركب المترو، بنزل المحطه اللي عند النادي، بتمشى حته صغيره لحد النادي، اوكي. بقى 7 في النادي. اوكي. الفطار طبعا في النادي، فغصب عني بروح افطر في النادي. ده الفطار طبعاً اجباري اجباري، مش لازم ميعاد اختياري الفطار ها؟ كله قاعد مش موجود. اصحى يا باشا افطر واجيلك اخلص بس مشواري على عربيه الفول بره واخش الكلام ده. صباح الفل يعني قطاع الناشئين بتاعتنا الجميله لا دي. لا، ما عشان كده بقول لك انا كنت من اللايف ستايل ان انا باكل في البيت وبعيش حياتي وبسهر مش بسهر يعني بقعد براحتي لأن لا أنا اصل ده 7 رول على الصبح فكره قطاعات الناشئين دي احنا بنتقابل اصلا عربيه الفول بالظبط بره. بالظبط. احنا بنخش التمرين بعد ما نتقابل عربيه تاكل الفول اي حاجه وتخش تمرين أكيد. وحتى الماتشات ماتشات الناشئين كنت يعني فاهم تاكل اي حاجه والعب وتنزل تجيب 3 4 اجوان واللي بتتكلم عليه ده مش عشان فيرست تيم، ده انت من وانت الناشئين. في الكونتست اللي بتحكي طبعا. عليها او الناشئين طبعا. حبيبي انتوا كلكم مربوطين في النادي مطعم الساعة 7 ونص 8 مش فاكر بقى يعني ميعاد بالظبط، بس كنا لازم تبقى موجود على ترابيزة الفطار. فطار طبعا صحي، فبدأت أفهم إيه الفطار الصحي، إيه اللي لازم أخده في الوقت ده. بنتمرن بعد التمرين يعني من الفطار لحد التمرين بيبقى فيه وقت معين طبعا عشان نقدر نخدم اكيد. وبيبقى فيه التريتمنت اللي عايز يعمل حاجة، اللي عايز يشتغل في الجيم. طبعا كل واحد ليه بروجرام بتاعه برضه. كان ساعتها أول مرة أعرف إن عملوا لي تيستات معينة فلازم أشتغل على حاجات معينة. تمرين، وبعد التمرين في وجبه على طول في النادي برضو الغدا. اوكي. نفس الكلام. انت بتريكفر بعد تمرينك بتاخد يا اما الريكفر بتاعك بقى تلجك وحاجتك ودي وكمان اكلك. وكمان اكلك غير السبلمنتس. اوكي. حاجات اول مره اعرفها. فطبعا مع الوقت الحاجات دي كلها بدات اشوفها. دودو شاف الكلام ده 16 سنه، وهو الكلام ده سنه كام تقريبا؟ 2008 9 حاجه كده مش لا فاكر. 2009 ده كنت لا انا كنت قبل كده. سافرت مش مش فاكر فاكر 2005 مثلا مثلا واحنا هنا كنا بنكح تراب. كنا لسه بقى يعني فاهم الحاجات دي لحد دلوقتي الحاجات دي مش موجوده. لا ده لسه نتكلم في الكوميديا دي. يعني ده انت لسه تستغربش كتير يعني. انت لسه كتير جاي. ايوه. طيب كده احنا يبقى خلصنا من موضوع نيوكاسل. اكسبيرينس كبيره جدا رسمت الشاب الجميل ده اللي هو رجع تاني مصر عشان اثر مشكله التصريح بالزبط. العام. رجعت على الفريق الاول بقى المصري. رجعت خلاص. رجعت خلاص بقى على الفريق الاول. اوكي. فرجعت طبعا من غير الدخول في تفاصيل. رجعت الحمد لله على الفريق الاول. بدات خلاص بقى كان كل تفكيري يا دكتور ان انا اما شفت الليفل ده بتاع اوروبا الملاعب والتمارين. لا والمصري ساعتها برضو كان وضع جيد في الملعب المقفول. جو الكوره طبعا كنت بروح الماتشات كلها. اكيد طبعا. لعبت ماتشات ضد فرق، لعبت ضد السيتي ضد ساندرلاند. شفت بقى الليفل بتاع التريننج سنتر عامل ازاي، التغذيه عامله ازاي، التمارين عامله ازاي. كان كل هدفي ان انا يعني لما رجعت مصر كل هدفي انا هطلع امتى بقى اوروبا يعني. واو اوكي. يعني اللي ده الحلاوه دي لما ما سيبهاش انا قتيل الموضوع بالزبط. ده يعني انا هرجع هشتغل واحاول اشتغل ان ارجع تاني على طول. وعشان كده انت خرجت بدري. بالظبط. يعني انت خارج 21 سنه تقريبا. بالظبط. وده اعتقد برضو من القلائل اللي خرجوا خلي بالك كان التوقيت ده كمان كنت يعني الحمد لله كنت منور قوي في المصري. وفي مصر كلها بتتكلم معايا. كان الاهلي والزمالك الاثنين يعني ناديين اكبر ناديين في مصر ساعتها وانا صغير. كانوا الاثنين عايز يعني في وقت ان انا اول ما رجعت بقول لك لعبت سنتين في المصري. صح. السنه الثانيه كنت خلاص بقى الحمد لله. السنه الثانيه او الثالثه مش فاكر لان انا رجعت في اخر سنه. في سنه يعني رجعت في اخرها ولعبت موسمين بعديها. انت لعبت لحد 2009 في مصر. الموسم اللي بعديه ده بدات بقى العب اساسي. كنت برضه صغير 19 20 سنه. الحمد لله كنت هداف الفرقه السنه دي في المصري. ومن ثالث او رابع هداف في الدوري. عيل صغير بقى والحمد لله ماشي يعني. الانديه كلها وكان ساعتها بقى في انترست من الاهلي والزمالك وبداوا يتكلموا مع النادي لكن انا كان كل هدفي عايز ارجع بره. حكايه ليرز وكان ساعتها كان بدا انفستمنت المصري هناك صح كده. بالظبط. ماجد سامي بالزبط. وحكايه وكانوا بيلعبوا دوري ممتاز. ساعتها كانوا في الدرجه الثانيه. والسنه اللي انا رحتها صعدنا ممتاز. بالظبط. جالي إيه يعني هقول لك انا جالي ساعتها الحمد لله جالي الاهلي والزمالك اتكلموا معايا وكان في انترست جامد يعني ومع النادي.
بس انا كان كل دماغي ان انا اطلع بره. وكان ساعتها كمان اللي خلاني ما كمان خفتش يا دودو؟ هقول مش قصدي لك. حاجه، مش جمله يعني عارف، مش جمله كده يعني اعلاميه، بس انت فعلا ما قلقتش من تجربه زي دي في دوري زي الدوري البلجيكي، والناس كلها قاعده في مصر، وانت بتكبر اوريدي اصلا، الراجل بتقول لي خلاص هداف فرقتي ولا بالظبط. وضعي وابروتشنج المنتخب ما خفت يعني، ما خفتش من حاجه زي دي؟ لا بالعكس، ده انا كان كل ده يعني كل اللي كنت باصص له ان انا اروح اوروبا، لان انا عارف يعني ايه التطور اللي هتطوره لو رحت اوروبا تاني. مم. اللي سهلها ان لو تفتكر الحاج سيد متولي اه طبعا، الله يرحمه، كان هو رئيس النادي وتوفى اكيد النادي السنه دي. المصري، بالظبط رئيس النادي المصري. فاللي كان موجود النائب بتاعه كان هو اللي ماسك النادي. فقال لي انسى ان انا مش هبيعك في مصر، انسى باي انا باي. بيعك فعلا. ساعتها بقى كان انت عارف النادي المصري ليه جمهوره والرايفل بقى اللي هي انسى. النديه ان انت تطلع لنادي منافس قال لي ليك انسى مش دي. هاخد القرار ولا هعرف ابيعك. فقلت له انا لو مش هتوديني هنا او هنا انا هسافر بره. اوكي. ساعتها جالي النادي في تركيا كانوا عايزيني، كان في انترست من حته تانية بس، وجالي ليرز. ليرز. اللي خلاني بقى ليه بقى انت بتقول الليرز او ليه الاختيار ده؟ برضو خلي بالك يا دكتور، انت عارف الطلعه من مصر لاوروبا بتبقى سهله، اكيد طبعا. في حته تاقلم معينه لازم تتعود عليها، لازم تتسهل الدنيا عشان ما اروحش العب 6 شهور ولا سنه وارجع. بالظبط يعني انت مع المنتاليتي ان اللعيب لازم ياخدها ستابس. بالظبط. فالستيب الاولانيه اول حاجه ان انت على دوري كويس، دوري تقدر تديفلوب فيه تتطور فيه. لا وطلع نجوم، الله اكبر، انت طبعا. حكي لي. تاني حاجه بقى فكره ان كان ساعتها مستر ماجد سامي ووادي دجله يعني اشتروا النادي ده، ففي مصريين، فنادي ليه رئيس مصري، في ناس في المانجمنت مصريين، وكان في ساعتها لعيبه مصريين، فدي طبعا هتسهل عليك لما تروح بلد فيها ناس معاك في الفرقه، ناس مصريين، رئيس النادي مصري. كان مين معاك هناك ساعتها؟ كان ساعتها في محمد عبد الواحد طبعا لاعب نادي الزمالك اللي هو مدرب دلوقتي، وكان ساعتها احمد سمير اوكي البكرايت نادي الزمالك. بكرايت سمير. وكان في بقى شريف البيلي كان بيلعب في المقاولين، كان اسلام شكري اللي هو مدير قطاع ناشئين في فيوتشر دلوقتي كان لسه موجود. كان في لعيبه صغيرين، كان في واحد اسمه يوسف فواز وحماده الملوم، اثنين لعيبه كويسين كانوا صغيرين. كان في 5-6 لعيبه غير رئيس النادي غير المانجمنت. فدي سهلت القرار بيني وبينك. تمام. يعني كان في تفاصيل طبعا في الديل دي ازاي خلصت، لكن المهم ده سهل لي قرار مع ان كان نادي درجه تانية ساعتها. انت قلت لي انت رحت تخيل انا جاي لي درجه تانية وجاي لي الاهلي والزمالك، فاهم؟ صح. يعني في مصر دلوقتي حد قرار يقول لك قرار كبير يعني، قرار كبير بالظبط. فالحمد لله بقى اخدنا القرار ورحت ليرز بس، وبدات من هنا بقى لفه اوروبا. احكي لي بقى بلجيكا، انت قلت لي كميه اسامي اصلا، يعني انا لما تخيلت كده ايه ده يا جدعان الناس فين يا جماعه؟ ده انت قلت لي لوكاكو وهازار ودي بروين وكورتوا، الناس دي يا جماعه كنا بنخبط فيها عادي. ده كانوا لعبت ضدهم وكانوا في الدوري البلجيكي. اول حاجه بلجيكا لو تلاحظ السنين اللي فاتت دي عملت مشروع غير طبيعي، ان هي اكيد المنتخب بتاعهم دلوقتي بالزبط. انت بتتكلم على التوب ريتد، انت بتتكلم سيمي فاينل في اوروبا وكاس عالم، دوري من اقوى الدوريات اللي بيطلع مواهب في اوروبا. اوكي. الانديه هناك بتهتم جدا باللعيبه الصغيره، بتطلع مواهب على طول وبتلعبهم في نو هاو عندهم في الناشئين هايل. والدوري هناك بروفيشنال، مش سهل ومش صعب الاثنين، يعني مش بقوه الدوريات اللي هم التوب ليجز، لكن مش برضه بضعف الدوريات الضعيفه في اوروبا. فهو في النص، انت مش في رومانيا، مش في ارمينيا، مش في بالظبط. فطبعا بقى كل اللعيبه اللي في الدوري البلجيكي دي اللي بتلعب، يعني انا لعبت ضد كورتوا، ضد دي بروين، ضد لوكاكو، ضد هازار اخو هازار سورجن، ضد كوليبالي بتاع السنغال، ضد انا مش فاكر يعني كله، بس لا يعني ضد تيليمنز، اوكي، تروسار. كل اللعيبه اللي طلعت من الدوري البلجيكي دي معظمها يعني لعبت ضدهم في الدوري البلجيكي. وقعدت 4 سنين بقى، يعني الحمد لله. الاول انت الفتره الاولى انت لعب اعتقد الفتره الاولى حوالي 100 مباراه مع ليرز مثلا تقريبا 100 مباراه مع ليرز، واعتقد ان النتائج كانت ايجابيه في مراحل كتيره. الحمد لله. يعني انا اول ما رحت صعدنا على طول، كنا فرقه جامده قوي وصعدنا. وقعدت 3 سنين بلعب في البريمي في الممتاز، الحمد لله بلعب بصوره على طول، وجالي انترست من كذا فرقه، بس انا كنت مستريح ساعتها. نادي مصري، بلعب في الدوري البلجيكي، بلعب ماتشات معظمها ماشي بشكل كويس. فقعدت 4 سنين في ليرز في الاول. طيب برضه هسألك يا دودو، انت دلوقتي تاني، احنا كده رحنا اكسبيرينس تاني خالص، سيبنا مصر دي تاني خالص، وهرجع اسالك على نفس الحواجز. انت بتتكلم على لغه جديده، برضه اتموسفير جديد، المره دي بقى الراجل ده كبر،
نيوتريشنالي اخباره ايه. انا برضو بحب متحرك. دايما انقل طبعاً. صوره ان انت انقل القصه للمستمعين بتوعنا. الراجل ده نيوتريشنالي عامل ازاي؟ الراجل ده لعب بره وجوه. بص يا دكتور، فحكايتها ايه كانت بلجيكا بالنسبه لك كدوله مختلفه، والناس كتير قوي بتسعى للاحتراف دلوقتي؟ لأن بره معظم تفاصيل الكوره اللي بتنجح اللعيب الانديه دي بتعملها. قولها تاني والنبي. قولها تاني معظم والنبي. تفاصيل والنبي. اللي بتنجح لعيب الكوره بره بيعملوها. مش عشان يكون لعيب فيرود لوحده. لا 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 لا، مش اللعيب عشان كله. هو بوب لوحده. لا لا لا، مش عشان هو اجمد واحد في لعيبه ممكن الموسم كله ما تلعبش ماتشين 3 وتلاقيهم نفس الطريقه، نفس الشغل، نفس الاكل، نفس الريكفري، نفس البروفيشناليزم، الاحترافيه. هم ما بيدوش يعني المساحه اللي انت بتطور فيها نفسك من نفسك دي بتبقى مش كبيره غير هنا. اوكي. هنا معظم الانديه بتهتم بالتمرين وبس، ساعة التمرين، ساعتين 3 التمرين وخلاص. التفاصيل الباقيه دي كلها دي اللي بتفرق مع اللعيب، دي اللي بتخلي اللعيبه اللي في اوروبا دي في الشيب ده وفي الشكل ده وفي الليفل ده، واللعيبه اللي في مصر كده. مش كواليتي، الفرق مش امكانيات. يعني انت ترى ان الكواليتي هنا تضاهي اي كواليتي اخرى؟ جدا، واكتر كمان، واكتر بكتير. يعني احنا معروف حتى بره ان اللعيب العربي موهوب. يعني حتى لما يجيبوا لعيب من المغرب ولا من مش مصر، عشان مصر مش بيبقوا كتير، بس مغاربه، جزائريين، توانسه، اللي عارفين ان هم لعيبه موهوبين. هي اللقطه كلها بتبقى في المينتاليتي، هيقدر يتاقلم، يخش في ويخش، ولا ده عايز يعيش حياته ومتدلع، جاي يعيش كوره. بالظبط. عشان كده الافارقه بينجحوا اكتر شويه، عشان الافارقه دماغهم ان بيبقى عندهم يعني يمكن فقر اكتر في بلادهم، بيكونوا شايفين اوقات صعبه، فما بيروحوا في اوروبا بتلاقيهم ماسكين فيها قوي. الفرصه اللي جات له دي مش هفرط فيها، هفرط فيها، فهو هخش في السيستم وانا اوريدي عندي القوه والسرعه يعني كل الامكانيات، فانا هخش في الفيلم ده عشان اوصل للحته اللي انا عايزها. فمثلا بلجيكا انا زي ما بقول لك نفس السيستم اللي قلت لك عليه في انجلترا. برضه رحت ونفس نفس الكلام. سيبك، بروح النادي الساعه 7 ونص 7 الصبح، نص، تخش تغير، تروح تقعد في الفطار، في ميعاد في الفطار اللي لازم كلنا هنا بقى بنتكلم. خلاص دول 4 سنين قاعد هناك، خلاص نفس السيستم كل يوم فطار. فاوريدي ادي حته بقى اللي هي بتاعتك، فطارك كل يوم انت في النادي الهيلثي اللي هو محتاجه لعيب الكوره، بالسبلمنتس بتاعته، بالمالتي فيتامينز بتاعته، موجوده. اذا مش هبعتك تجيب حاجه وتيجي لا لا لا, لا مش الكلام ده، ولا تبعتني ولا تقول لي دودو اشتري ده، ولا مفيش. موجود. كل ده موجود. انت اوريدي اللي موجودين في النادي حاطين الاكل بالدرينكس بكل حاجه. اوكي. فدي وجبه مثلا. طبعا بعديها في جيم، شويه جيم او وقت يعني لحد التمرين، بعدها بساعتين بيبقى التمرين، ساعتين ونص. طبعا الفتره دي اللي بيشتغل على نفسه في الجيم، اللي عنده حاجه بيشتغل عليها، اذا كان علاجات او تاهيلات يعني. بالظبط. بعد كده التمرين، بعد التمرين على طول في وجبه. عايز وجبه. اقول لك الناس بتفتكر ان تمرينة الكوره دي عباره عن ملعب، هم مش عارفين ان انت بتيجي قبل التمرين ساعتين، طبعا في وبعد التمرين ساعتين بالظبط، وفي النص بتاع 3 ساعات اللي هم التمرين بس. بعد كده في بيبقى غدا، فطبعا برضو وجبه تانية جاهزه بعد التمرين على طول، عشان انت عارف ان بتبقى مهمه جدا مع السبلمنتس بتاعتها، برضو اللعيبه بتبقى محتاجاها. فانت اوريدي نص او اكتر من نص اللي انت بتحتاجه من اكل النادي اخد باله منك في دي. انا بتكلم على الحته بتاعتك. مش هتكلم بقى معاك على الريكفري. سيبك من التولز بقى اللي انت عندك، الكرايو بتاعك والجيم بتاعك ازاي ولا اجهزه العلاج الطبيعي، ولا انا بتكلم على الحته اللي هي انت نيوتريشنال بس. فانت اخرك بتبقى لسه لك وجبه في البيت، وانت بتبقى عارف خلاص. هناك طبعا كل نادي عنده النيوتريشنز بتاعه. ده اللي كنت اسالك عليه. يعني انت هل الانديه هناك منظومات التغذيه عندها فيكسد من ناحيه الدماغ؟ يعني هل طبعا كل نادي هناك عنده دكتور التغذيه بتاعه او النيوتريشنست بتاعه؟ طبعا كل ده عادي بس جدا. هو في نوعين، في انديه انا اشتغلت في انديه ما عندهمش حد في النادي، حلو، بس في حد شغالين معاه يعني ريفير لي، يعني شباب روحوا لفلان، في ده شغالين معاه في اي، واحنا بالداتا بتاعتنا معاه، وهو اوريدي برضو حاطط الداتا عندهم في الفطار، في الغداء، في السبلمنتس، في الحاجات دي، لكن مش موجود في النادي. اوكي. في انديه في حد موجود كل يوم، موجود كل يوم، هو اللي بياخد باله من الحاجات دي كل يوم. معسكراتنا معانا وحاجاتنا معانا، في كده وفي كده، بس في 100% في كده الحالتين فيه انت اندر مونيتور، ومن الموضوع مش غريب، ومش ديل مع شركات على طول. في ديل مع بيتقال عليها ايه اللي هو
مكان اللي بيجيب الاكل او اوكي كواليتي الاكل، ما هو مش بيجيبوا برضه اي حاجه انت عارف. لا ده مش جايين نطبخ من بيتنا ونيجي لا يعني. مفيش الكلام ده، هم عارفين ايه اللي بيجي من مين. غير طبعا برضه بيبقى في ديلز مع السبلمنتس السبلمنت كومبانيز مثلا او ستورز اللي ممكن معينة تورد لنا حسب فيريفايد، عارفه بالظبط. انت قلت برضو حكايه فيريفايد دي انا عايز اتكلم معاك طبعاً، فيها، لان طبعاً. انت يعني على عالم كبير من المكملات، وانت عارف حتى الفتره الاخيره في الكوره عندنا في مصر بقى لنا يمكن نقول 3-4 سنين عاملين نتنقل في حكايه الدوبينج دي اللي هي المنشطات. ما بين بقى ناس تقول لك والله ده الماده انا ما كنتش اعرف انها محظوره، او حد يقول لك مثلا لا ده كان حاجه كونتامينيتد يعني حاجه ملوثه او انت شفت حاجه زي دي او اتعاملت يعني طبعاً عشت اللي حاجه زي دي بيحصل بره؟ دلوقتي لو انت طبعا انت معانا دلوقتي وعارف مثلا الكيسز بتاعت مثلا من غير ذكر اسماء، في لعيبه معينه هم متابعينها وبيكلموها واي وقت يقدروا ده المونيتورنج. او دودو بيتكلم على المونيتورنج بروجرام بتاع الواد عامله برنامج، البرنامج ده رسمي اوفيشال، انت بتراقب فيه بشكل حتمي. هو عنده الحقيه التامه انه خلال سنه كامله يرفع عليك التليفون، الو انت فين؟ طب انا جاي لك حالا عشان نعمل تيست. لو انت فين ولو انت مش مبلغهم مكانك، انت عليك بنالتي وعليك مشكله كبيره. يعني تجيش تقول له لا ده انا والله ده انا مسافر في اجازه في الصين، لا حضرتك ما بلغتناش انك مسافر، مفيش الكلام ده. فلا انت اندر مونيتورنج. وده برنامج بيتاخد راندم من الواد اللي هي المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات، تحت بند ان انت برضه ما بيحاولوا يعني يوبزرف او يراقبوا فكره الكوره، لان الرياضه كبيره جدا والمجاهل فيها كتير قوي يعني. اللي حضرتك بتقوله ده بقى انا شفته من 15 سنه. من 15 سنه؟ 15 سنه. ماشي. اول ما رحت من 15 سنه يعني تخيل. طبعا ده انا اللي شفته، ممكن يكون من قبل اكيد، ما انت ممكن تكون برضه قبل انت بتروح. بالظبط. اول ما رحت فهموني ان في كذا 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 مره. يعني انا فاكر مره كنت مسافر في هولندا، كنت في بلجيكا ورحت هولندا يعني خارج. لقيت الاداري بيكلمني انت فين؟ قلت له في هولندا. في هولندا. قال لي في ثانيه تكون عندي. قلت له ايه؟ قال لي انا كذا 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 جايين لك البيت كمان شويه. وانا يعني المكان اللي كنت فيه ده مثلا 3/4 ساعه من البيت. ما بلجيكا دي في هولندا بالباب بيعدوا بالظبط. عربيتي سبت اللي انا كنت فيه وهوبا على البيت. وده غلط كمان، لان المفروض اصلا تبقى مبلغه. يعني المفروض اصلا ان انا عشان ساعتها هو هيجيب لك بتوع هولندا. بالظبط. يعني هو عنده على فكره، يعني عنده باشا روح الصين براحته، روح هولندا، بس انا لما عاوزك هكلم بتوع هولندا والنادي يبقى عارف. اوكي. يعني المفروض النادي الاداري عندي عارف ان انا بره الاريا. انا طلعت من ساكن هنا وعايش هنا، لو طلعت بره لازم ابلغ النادي عشان لو حصل حاجه يبقى عندهم معلومه ان انا بره، عشان دي مصيبه. عارف انت بتتكلم في ليفل تاني يعني، بغض النظر ده الحمد لله بقى موجود دلوقتي او بعد وعيه. بس عارف اقول لك انا جاي لكم يا جماعه، جاي لكم لقدام قوي، جاي لكم بعيد يا اخوانا. بعيد. يعني انا الكلام اللي انتوا الكلام اللي انا بقوله ده خلي بالك طبعا يا دكتور، كل اللعيبه اللي احترفت عارفينه يعني. مش كلام ان انا بس دول اللي حصل يعني، هم طبعا كل اللعيبه اللي خرجت بره احترفت عارفين بدري، زي ما قلت لك بدايه الالفينات بالظبط. كل ده عارفينه. ففي مثلا حاجه زي حوار المنشطات ده عارفين طبعا اللي عارفين ان انا اي ميديكيشن من ساعتها اي ميديكيشن باخده ما فيش حاجه اسمها اخد من غير ما اقول الدكتور بتاعي. الناس مش متخيله ان ما فيش اثليت رياضي محترف كوره او غير كوره يعني ملوش حق او لنفسه لامانته يعني ما ياخد قرص دواء من غير ما يسال الدكتور بتاعه او المسؤول عنه تغذويا او طبيا. انك ممكن تروح في الحيطه ما عادش يسمي عليك. يعني ياما لعيبه حصل انت عارف يعني، ويقول لك انا ما كنتش اعرف او ما عند النقطه دي بالذات يقول لك انت شايل شيلتك. يعني تلاقي الواد هتقول لك لا انت شايل شيلتك. مشكلتي مش مشكلتي. فلا انا بقول لك انت ليه برضو، لان انت بتقول حاجه سيرتيفايد، ده حد فاهم هو بيتكلم في ايه. انك مش اي مكمل تاخده دلوقتي فبرضه في العصر اللي احنا فيه ده اللي هو مشاكله كتير قوي، الا وانت عارف اذا كان السبلمنت بقى سميه زي ما تسميه، هو فيتامين، هو بروتين، هو عفريت، ايا كان حاجه انرجي سبلاير، انرجي درينك، الا وانت عارف الكومبوزيشن بتاعه او حد وصفه لك والحد تراستد بالنسبه لك طبعا. لانك في ريسك انك كل سنه وانت طيب ممكن اي حاجه تروح. حصلت في الهاي ليفل كمان ياما حصلت في سباقات العجل وفي الحاجات دي يعني، مش مجرد بس رياضه يعني. في كوره حصلت في مصايف، في الاولمبياد، في اولمبيكس، في العاب قوه، في تنس، في كوره، في لا الموضوع ده ما بيخلص. بس هو زي ما قلت لك دايما فكره الهايلايتنج او ان انت تركز مع الرياضيين الصغيرين يا دودو، لان الصغيرين دايما او انا برضو ده هدفي في حد يعني رياضي كبير زيك بالخبره دي كلها، فكره انه يفهم الصغيرين انك انت عندك دلوقتي وعي ممكن الصغير ما عندوش. طبعا وانا صغير ما كنتش عندي وعي ده، محدش قال لي الكلام ده، فممكن ياخد اي حاجه. طبعا.
فتلاقيه ممكن يقول لك لا والله ده انا كنت باخد ده وما اعرفش، وتلاقي الصغير ده ممكن يكون بيكمبيت يعني بينافس على مستوى احترافي في اولمبيك في اليوث دلوقتي اللي هم الشباب، في شباب صغيره ممكن تتصعد تلعب في فرق اولى او درجات اولى. الحاجات دي لازم تبقى مفهومه للناس طبعا. قيمه انك انت فاهم ان معاك حد في النيوتريشن، او انت عارف ان المنتجات دي فعلا هينفع تتاخد ولا لا. طبعا، لان ده يعني يقولوا ان الآلة الوحيدة بتاعتك هو جسمك. بالظبط، ده الانفستمنت بتاعك، ده طبعا. الاستثمار يعني. فان انت تاخد بالك، وما تبدا زي ما انت بتقول بقى تبدا تبقى بروفيشنال في رياضه معينه، لازم يبقى عندي حد بيقول لي اعمل ايه، اخد ده وما اخدش ده. ده لو حد صغير، انا بتكلم على في مصر بقى، ما عندوش حد في النادي بيعمل له كده. يعني لو انا بتكلم لو فاهمك، حد في نادي ده مش متاح لسه بالظبط، وتشيز مش ده متاح. حالنا في كل مصر تقريبا يعني. بالظبط. وفي الرياضات معظمها، يمكن الرياضات الفرديه دلوقتي اسمع ان معظم اللعيبه اللي بتوصل لحته طبعا معينه التوب بيبقى ليفل دلوقتي بيبقى هو مثلا يقول لك انا الفلاني او اللعيب الفلاني مع الدكتور بتاعه بالظبط. خلاص، ايا كان هو بيتواصل معاه بره مصر جوه بالظبط. مصر، بس انا النهارده لا انا كونسيدرنج ده بالنسبه لي. بالظبط. بس ده برضه هرجع اقول لك برضه ايه، دودو اون هيز اون، ده انا طبعا، يعني دي هو اللي مشكلة. انت زمان كلمت عبد الرحمن من ناحيه ان انا دودو بدور على ايه، طبعا على وضعي انا. بالظبط. يعني اما جيت مصر هنا تاني فتره بتاعت نقلتك التانيه من ليرز، قلت يا باشا طب ما اشوف الوضع هنا ايه. بالظبط. بالظبط. فبرضه في الاخر اون هيز اون. خلي بالك برضو دي مشكله، مش هي طبعا مش مشكله طبعا تقدر تتحكم فيها، بس اللايف ستايل هنا غير اوروبا. اللايف ستايل هنا مش سهل. انت لو جيت تقول لهم هنا للبروفيشنالز. في الكوره تعالوا اصحوا اتمرنوا 7 الصبح بالظبط. وتفطر وتتغدى وتفطر في النادي وتتغدى كنت بروح من النادي الساعه 5. موظف في ايام هو هناك انت شغلتك الكوره. انا العادي بتاعي ببقى في النادي من 7 العادي لحد الساعه 3 مثلا. انت عارف فكرتني بايه؟ بإيه؟ جمله الساده لسه فاكرها دلوقتي. كوتش فايلر اما جه مصر كان بيتكلم على الميديا والكوره، قال لك انتوا هنا يعني مبهرجين الكوره زياده عن اللزوم، او يعني اما قال لك في سويسرا انا هناك او كان في بلجيكا، قال لك هناك كان في بلجيكا لعبت ضده في اندرلخت. فبقول لك الكوره هناك يا جماعه وظيفه، انتوا مش بتعملوا حاجه اكستريم. بالظبط. الكوره هناك يا جماعه انت موظف في قطاع الكوره طبعا. كمدرب. فانت يعني الراجل بيقول لك ما كنتش بعرف امشي في مصر، ما كنتش بعمل حاجه في مصر. طبعا احنا هنا عندنا باشن كبير بالكوره. طبعا. بس انا افتكرت كلمتك اما كلمته اما انت قلت دلوقتي ان انت قال لك يا باشا انا هناك كنت يعني موظف، بتروح عندك ديوتيز تخلص تروح عشان تاخد زي ما انت قلت وجبه او تشوف وراك ايه من البيت، تنام تصحى تيجي تشتغل بالظبط لحد الويك اند لحد الماتش. واو. الاسبوع كله كده. كله يا دكتور. ماتشك يعني بقى انا لو قعدنا نتكلم في تفاصيل، في تفاصيل كتير جدا. احكي قول. لا انا قصدي جوه النادي يعني. جوه النادي. يعني هقول لك ايه، يعني مثلا حتى عندك انترفيو في زي اللي احنا قاعدينه ده، اوكي مش مزاجي. انت عندك هناك بقى عقود حد ماسك الحته دي، فلازم حد بيكلمه فيظبط له الميعاد عشان عارف امتى عنده تمرين ولا امتى ما عندوش، إيه قبل الماتش إيه ولا لا، فاهمك. هيقولوا ايه. ده الميديا ده مثلاً. جزء ميديا مثلا اوكي. بيرفورمانس ان انت تتمرن مع حد اللي هو مدرب بدني في حاجه معينه، ما تقدرش تطلع تتمرن مع حد كده. لازم يبقى ده اورجنايز، ده مترتب مع الفرقه بالظبط. واصلا ما فيش فرصه لده لان انت اوريدي عندك انت اوريدي انت بتقول يا باشا مخلص الساعه 5 روحوا عايز انام. بالظبط. لكن مثلا اما حد بيتصاب، اللي بيتصاب مثلا ده تانية دي انا شفتها بره، اما اللعيب بيتصاب بره ده انا بشوف اللعيبه هنا في مصر، اللعيب بيتصاب ما بيروح يعمل جلسه ويروح. ده حقيقي. يروح يعمل جلسه نص ساعه. جلسه دي يا جماعه يعني حاجه كده يعني تريتمنت، يعني بعمل جلسه علاج طبيعي مثلا والسلام عليكم يعني. السلام عليكم. انا مش بتكلم يعني في حته معينه، بتكلم عموما انا بنتكلم جنرال. يس لكن بره مثلا اللي بيتصاب ده بقى ده من الصبح بالليل بجد شغال عشان يرجع بسرعه، يجيبوه قبل التمرين. عارف انت اللي بتقوله فعلا بيتم، بس يعني اللعيب برضه بيعملوا لوحده. يعني برضه كنت تشوف اللعيبه الصبح يبقى ايه رايح مش عارف الصبح في الجيم الفلاني عشان مش عارف رايح بالليل الفتره الثانيه مع المؤهل العلاني. طب النادي فين؟ في الكنافه الترتاني. مفيش. ده نيجي بتقول اهو. لا وكم حد بيعمل كده اللي واخد باله من نفسه فعلا. بطبعنا البني ادم بطبعه بيحب الراحه. اكيد طبعا. ده الطبيعي. احنا بنحب الانتخاب. بالظبط. ده الطبيعي. فاهم. قليل اللي هو بيجري قوي على نفسه، ده قليل. ده اللي بيفرق يا دودو، هو ده اللي فرقك عن الناس في الفتره بتاعت اوائل الالفينات اللي برضه بعد اسالك عليها. هل انت كنت شايف ان دودو مثلا الفتره دي كان منور وسافر وبدا يشتغل كويس بره، بس عذرا مع الناس في مصر كانت ما تعرفش حاجه؟ هل الميديا كافرج كانت وحشه؟ دخلت في فتره الثوره الكوره تقريبا كورسون طيب اهلي وزمالك بس بيلعبوا عشان افريقيا، او حتى وصلنا اهلي بس بيلعب عشان افريقيا، فمفيش ميديا كافرج. فمين دودو الجباس وفين من المنتخب هل نقولها كان مظلوم؟ طبعا دي حقيقه. احنا في مشكلتين في حوار الاحتراف ده في مصر. في اللقطه الاولى ان انت لو ما لعبتش اهلي وزمالك
انت جاي من بره صحيح، انت طالع من بره اصلا. بالظبط. يعني اللي بيلعب اهلي وزمالك بيبقى عنده جماهيريه غير طبيعيه طبعا. اكيد طبعا. ده طبيعي، دول اكبر ناديين في مصر وده طبيعي. تاني حاجه اللي بيطلع منهم بيبقى فيه يعني تراكنج ليه، تتبع. صح. ومع ذلك برضو اللي بيطلع من الاهلي والزمالك وبيقعد شويه بتحس ان هو بيتنسي شويه، او يعني ما بيبقاش معاه الكفرنج زي ما هو بيلعب في مصر. صح. تاني حاجه ان يعني لو هناخد مثلا مثال زي دلوقتي طبعا محمد صلاح ولا النني اللي هم كسرين الدنيا، يعني نجوم حلم بريمير ليج دلوقتي، قعدوا قد ايه عشان الناس تركز معاهم التركيز ده لحد ما وصل بريمير ليج؟ اكيد طبعا. تفتكر صلاح او النني لما راحوا بازل، مع ان بازل دي فرقه كبيره في الدوري السويسري طبعا، وقعدوا مكسرين ولعبوا الدنيا، تشامبيونز ليج يعني التركيز معاهم كان من توليت. شافوا بس ماتش تشيلسي بالظبط، مثلا لما لعب تشامبيونز ليج وجاب جون في لكن مثلا كانوا مكسرين الدنيا، ما كانش فيه صلاح كان واحد احسن لاعب يعني ساعتها. اخبار اللعيب اللي كان بيلعب زي صلاح في الاهلي او الزمالك كان قد صلاح مثلا 10 مرات، عشان صلاح طالع من حتى زي المقاولين مثلا. بالظبط. طبعا ده مش اللعيب، ما بيبقاش طبعا على اللعيب، دي على المنظومه. برضه برضه مثلاً. الفتره ان كانت الميديا كفرج يقول لك احنا ما كناش نوعى، غير طبعا السوشيال ميديا كانت اقل. الاهتمام اللي موجود دلوقتي في السوشيال ميديا طبعا كانت ممكن تكون فرصه دودو في فكره التمثيل المنتخب او الكلام ده كله اقوى من اللي طبعاً. تم ساعتها. طبعا لان انا كنت مثلا ببقى ماشي كويس وبجيب جوين وبلعب، الخبر بينزل خبر 2، اللي بيتابع حتى في المنتخب قليل، بيبقى التركيز اكتر على اللي قدامي. وانت وقت الثوره وتوقف الكوره برضو بالظبط، غير وقت غير انت رحت تصفيات كاس عالم اوريدي اصلا، يعني انت لعبت الحمد لله، لعبت مع كابتن حسن شحاته ولعبت مع برادلي، لعبت مع كوبر، لكن طبعا مش في ماتشين اللي قبل الجزائر طبعا دي كانت يعني البدايه. يعني صحيح ما توفقناش في الصعود، بس قبل ما حمله الجزائر بتاعه ام درمان دي كنت انت في التجمعات المنتخب. كان اول ماتش ليا في حياتي في المنتخب كان ماتش رواندا ده، اول ماتش كنت لسه برضه 21، كنت لسه رايح بلجيكا وجالي استدعاء من المنتخب. طبعا بقى المنتخب اللي هو العتاوله، كل اللعيبه طبعا الجيل اللي هو كان ما شاء الله عليهم، عمرو زكي واحمد متعب كله وزيدان وطبعا تريكا بقى وبركات، طبعا كل بقى الجيل ده بتاع كابتن حسن. ولعبت التصفيات، لعبت ماتش رواندا ده كان اول ماتش ليا. كنا لازم نكسب رواندا وزامبيا عشان نلعب الفاينل بتاع الجزائر. بالظبط، لا كده. نلعب الجزائر الاول، نلعب الجزائر صح فكده اما نكسبهم بسكور معين بالظبط عشان نلعب الفاينل بتاع ام درمان ده. فرواندا ده كان اول ماتش ليا في المنتخب في رواندا الساعه 3. طبعا ماتش كان صعب جدا وانا قاعد على الدكه، وانا فاكر مش فاكر مين اللي اتصاب ساعتها في الدقيقه 40. الكابتن حسن بيقول لي سخن. مين يا بيه؟ سخن. وجنبي كان انا فاكر بركات كان على الدكه، احمد عيد الماك كان على الدكه، مش فاكر مين تاني سخن. نزلت في الماتش الحمد لله، عملت ماتش كويس قوي وكسبنا 1-0. صح، افتكر الجون بتاعك كابتن احمد حسن، صح هو اللي جاب الجون. وكان بعديها ماتش زامبيا نفس الفيلم، ما لعبتش ماتش زامبيا بس كنت معاهم في الماتش وكسبنا 1-0 جون حسني عبد ربه. وبعديها كان ماتش الجزائر، بس انا ما كنتش موجود في ماتش الجزائر. جالي اصابه بقى ساعتها، دي الاصابه تقريبا يعني اللي كانت طويله عندي شويه، جالي شرخ في نشط رجلي وانا في كان بره صح، كان بره. فقعدت فيه 3 شهور. ساعتها بقى كان ماتشين الجزائر، اللي هو الماتش الاولاني والماتش الثاني، سيد معوض لعماد متعب. ايوه، والجون ده والماتش اللي بعديه الماتش بقى بتاع دي كانت اول فتره ليا في المنتخب. بعد كده الحمد لله يعني كنت بروح على فترات بقى، فترات اروح، فترات ما اروحش كده. في المنتخب طبعا كنت ممكن العب اكتر من كده وابقى موجود اكتر من كده لو انا كان في لكن زي ما انت بتقول. لكن مش شايف ان كان دودو هو فكره التقصير، بل ان اوريدي انت بتحكي لي على حد كان يعني بيشوف كل المدارك بتاعه الانتاج الجيد، تغذيته وي ومع ذلك ما كانش فكره التوفيق في فكره الكفرج او فكره الرؤيه نفسها. طبعا انا دكتور يعني قليل قوي ما انا اقصر. انا ده شفته بعيني الفتره اللي انا بالظبط. انا ضميري طول عمري كده وتعودت على كده. انت يا جماعه دودو كان بيجي لي الكلينيك وداخل عليا بسكيبه كده، شنطه قد كده، قلت له خير يا محمد في ايه؟ قال لي يا باشا السبلمنتس عشان نرص مع بعض. انا شفت سبلمنتس، قلت له يا باشا انت جايب الكلام ده منين؟ انت جايبه منين؟ يعني الحاجات دي اجيب زيها او نجيب زيها. فحتى من بره يقول لي لا انا حاجتي كلها عبد الرحمن بقى المانيا او كذا او كذا. فحتى انت شوف، ومش قصدي حاجه كان ده مع ايفن حتى في يعني احنا جوه مصر يعني، والموضوع يعتبر يعني مش لسه بقى ريعان الشباب، وستيل بيفكر في كل الكونسيدريشنز اللي ليها علاقه بانضباطه وتظبيط اكله ومكملاته. دي حقيقه يا دكتور. الواحد يعني انت عارف خلاص دلوقتي خلاص يعني مفيش يلا يا عم ولا الكلام ده. وده يمكن سبب من الاسباب ان انا الحمد لله مكمل لحد السن ده في الليفل ده.
ان انت بتهتم بنفسك. ده اتعلمته وانا صغير، فحاولت اكرره شفنا كريستيانو دلوقتي هو كام سنه شغال ازاي، طبعا ابراهيموفيتش لحد 40 طبعا على ليفل سنه. تاني، بس كل واحد في الايديا. الحتة. طبعا الايديا نفس المنتاليتي، نفس اللي هي الاستمراريه. دي مشكله كبيره هنا في مصر. لعيبه كويسه قوي، بس استمراريه اللي هو ايه، يقعد الموسم كله يتمرن كويس وياخد باله من نفسه وينام كويس وياخد كل زي ما بيقولوا عليها ايه، الحاجات اللي تخليه ينجح بالظبط، مقومات النجاح لمده مثلا سيزون كامل. اوكي. دي قليله تلاقي لعيب عندنا في النادي او لعيبه او بشوفهم لعيب كويس قوي، تلاقيه يركز شهر، يجي الشهر اللي بعديه ما يخش الجيم، مرنش، تلاقيه جاي من تمرين تعبان، فتلاقيه مستواه يقع شويه ويرجع تاني. دي الحاجات دي بتفرق على اللونج تيرم والشورت تيرم. عايز اقول لك، طب لو انت هتنصح فعلا العيال الصغيره دي ليه؟ لان انا برضو انا عشت ده مع ناشئين كتير، يعني انا بتعامل مع شباب صغيرين كتير، فتلاقي فعلا يعني يصعب عليك إيه؟ اللي بيسعى ويحاول ويجي بتاع عبد الرحمن بتاع التغذيه ويروح مش عارف لمحمد بتاع الجيم وممكن يكون مش موفق. انت عارف ان الكوره برضو فيها وجهات نظر، ممكن تلاقي مدرب يبطك، عارف لو يقول لك بلغتنا في الكوره ايه، هيهمدك عليك، هيهمدك طبعا. في شباب ممكن يبقى عقليته باشا انا مكمل مش طريقي ايا كان، وفي اللي فعلا زي ما انت قلت يركن. الاستمراريه يا دكتور، طول ما احنا عندنا في ديننا كده تجتهد وهتاخد رزقك وربنا هيكرمك، طول ما انت بتجتهد في الحته بتاعتك للاخر. زي ما انت بتقول في مقاومات في الكوره كتير جدا، في زي ما انت بتقول مدرب يهمدك ما يلعبكش، صح، في حد بيعاملك وحش، في اصابه زي اللي ركنتك غصب عنك، في اداره حصل معاه مشاكل، في جمهور لو النادي بيلعب في النادي جماهيري لا ماشي وحش، في لعيبه كانت بتخاف فعلا فترات تنزل الاستاد من اللي بيحصل على الجمهور. ده انتوا في ده عايز اقول لهم الكره الصغيره دي انتوا في نعمه، انتوا شفتوش جماهير طبعا شفتوش جماهير على ايامنا كانش في ماتش بنلعبه من غير جمهور. لا 80,000 يا باشا ممكن كلهم يا اما يرفعوك الارض يا يخسفوا بيك احنا في المصري ساعات كنا بنخسر ماتش ما كناش بنعرف نتمرن اليوم اللي بعديه، تاني يوم كنت بنقعد يومين، جمهور بيجي الاستاد يقعد تسمع كلام بقى ملوش لازمه يعني هي دي باشا الكوره في مصر عظيم يعني عظيم طبيعي. فاللعيبه الاستمراريه دي نقطه مش كتير قوي بيعملوها في مصر. اللي انا شايفه دلوقتي الجيل الجديد جيل موهوب طبعا، في لعيبه كتير موهوبه جدا جدا، في شباب صغيرين تحفه. حاجتين، اللايف ستايل والاستمراريه. عارف لو سمحت لي حتى اكون معاك في ايه، انا بقيت شايف ان العيال الصغيره دي الادراك عندها او الوعي بالتغذيه اكتر بكتير من الجيل السابق. طبعا الجيل السابق انتج لعيبه عظيمه، بس انا فعلا النهارده لو كنت بقول مثلا ان في 2-3 في جيل الثمانينات ممكن يكونوا بيهتموا بالتغذيه كل فرقه طبعا. لا انا عادي جدا النهارده الاقي نص الفريق يعني قايمه 23 لاعب الاقي 11-12 منهم احنا مظبطين اكلنا، مظبطين شربنا، مظبطين مكملاتنا، وعلى قناعه تامه باللي بنعمله، مش بنعمله مثلا مجبورين. وده كتير قوي في الشباب الصغيرين دلوقتي. صح، دي حقيقه، بس عشان دلوقتي المنافسه في الرياضه زادت جدا، التفاصيل في الرياضه اكتر بكتير حقيقي، الضغط في الرياضه بقى اكتر بكتير، والرياضه بقت بدنيه جدا حقيقي. مش بتكلم على الكوره عامه، بتبقى المتطلبات البدنيه بقت ازيد. زمان كانت اقل من كده بكتير، اللي كان يحنجل اكتر هو اللي ماشي. دلوقتي انت فعلا ممكن تبقى واقف في الملعب، لعيب كوره زمان فاكر يقول لك ده لعيب حريف بيلعب وهو واقف، صح مش واقف يعني، بس تلاقيه ما فيش الايفورت العالمي بتاع دلوقتي. انت النهارده في موضوعات الناشئين انت كنت ممكن تلاقي في الاول او حتى في الكبار اللي مثلا 2-3 هم اللي مهتمين بموضوع التغذيه في جيل او في فرقه، لا النهارده عادي جدا 12-13 واحد. انت يعني المنتخبات الصغيره دلوقتي بتاعت المنتخب الاولمبي انا عايز اقول لك انا بروميسنج جدا بالنسبه لي كميه الشباب اللي فيه. يعني اذا كان ابراهيم عادل طبعا ربنا يطمنا عليه ويرجع من اصابته، حمزه علاء، محمود صابر، سكر، الناس دي كلها وغيرهم ومغربي، يعني مش عايز انسى حد، بس في اكتر من لعيب انت بتتكلم منتخب. تمام، الناس دي اوريدي اصلا شغاله على تغذيتها وشغاله على كل التولز اللي تساعدها، وهم منتخب لسه اولمبي. انزل على الشباب هتلاقي مواليد 2005 طبعا في الفرقه دي كلها في لعيبه كتيره جدا كباكا وشباب كتيره في المراحل دي. النهارده بقيت انا والله انبسط لما تشوف ان الشباب الصغيره دي تيجي تسالك في النيوتريشن وانت مستني من لعيب كبير يقول لك لا والله الموضوع مش في بالي اصلا. طبعا دلوقتي بقت الحاجات دي بقت معروفة أكتر للعيبة، لعيبة الكورة أو الأتليتس عامة، زي تمارين مثلا، زي إن يبقى عنده حد بيرفورمانس ترينر بيمرنه صح. زيادة بيشتغل حاجات معينة معاه عشان يزوده. دي حاجة كويسة إن اللعيبة دلوقتي بتحاول تعمل كده، بس الأندية لازم تساعد في ده. أكيد هي الفكرة. في أندية بتعمل كده طبعا صح. في أندية بتحاول تعمل كده، لكن طول ما هي بتهتم بالتفاصيل دي أكتر
صدقني الريزلت هيبقى احسن بكتير. النجاح هيبقى اكتر. طبعا. طرنا بقى من بلجيكا على سويندن تاون انجلترا، وهنا بقى دخلنا في مجتمع تاني، جمهور تاني. وسويندن كان سنه اعتقد، بس احكي لي بقى عن 6 شهور تشيلسي. كانت سنه، بس انا قعدت 6 شهور وجيت. احكي لي بقى عن تشيلسي. صح. ايه رايك؟ لعبت ضد تشيلسي صح. لعبنا يعني دودو لعب قصاد مورينيو صح؟ مورينيو ساعتها كان هو المدرب. مورينيو في الكاس لعبناها في الكاس، خسرنا 2-0. اوكي. بس طبعا هو مش مشكله، بس يعني لعبنا قصاد تشيلسي يعني. كان ساعتها طبعا ديفيد لويز، جون تيري كان لسه موجود، سامويل ايتو كان هناك، ديمبابا، مش فاكر تاني كان خوان ماتا، في لعيبه كتير طبعا. مش كان على الملعب كان مورينيو، بيتر تشيك مش فاكر هو اللي كان الجول كيبر ولا لا، بس يعني اللي انا بقول لك عليهم دول اللي انا فاكرهم. لكن طبعا تشيلسي كان ساعتها طبعا بطل الدوري واحسن من اجمد فرق في اوروبا. مورينيو ذات نفسه كان هو اللي ماسك الفرقه، فكان بالنسبه لي برضو حد بقى بحبه جدا. فكان حاجه لطيفه اما انت بتبقى فان، يعني انت بتحب حد او انت فان لحد وتشوف وتلاقيه مره واحده. طبعا مورينيو خاصه كمان لو مجال شغلك ليه كاريزما مختلفه. يعني في مدربين كتير في الكوره اجمد من مورينيو او احسن من مورينيو، لكن هو حاله خاصه حتى باسمه سبيشال وان. كاريزمته كده، طريقته في الكلام، طريقته في الانترفيوز، كلام اللعيبه عليه، هو حاله مختلفه خالص. انجلترا بالنسبه لك ولا بلجيكا؟ بالنسبه لي انا بلجيكا، لان انا لعبت 6 سنين في بلجيكا. انا لعبت فوق ال 150 ماتش في بلجيكا. انا مراتي من بلجيكا دلوقتي. فانا يعتبر في حته كبيره بلجيكي. فلا طبعا بالنسبه لي بلجيكا، لكن طبعا في الكوره مفيش كوره بقى، ممكن تقول لك كالتشر مفيش خالص بقى. طبعا مفيش مقارنه، طبعا بريمير ليج مفيش زيه. الباشن بتاع الانجليز في الكوره مفيش زيه، حتى على الاصعده اللي غير البريمير ليج صح. يعني ايفن طبعا الشيب اول دوري، تروح هناك تتفرج على الشامبيونشيب وتتفرج على ليج 1 وليج 2، مش هتصدق كميه الجماهيريه بتاعت الانديه. كل نادي ليه جمهوره، كل نادي ليه فاسيليتي، استاد معين، بتريننج سنتر كبير، بسبونسر شيب. لا هناك الليفل يعني مختلف خالص. تجربتك برضو هناك بنفس الاتيتيود بتاع ان نتكلم برضو في شقنا المهم التدريب والتغذيه. طبعا نفس الحرص بنفس الدوري الانجليزي. الانجلترا اعلى حاجه في الحاجات دي كلها خالص. توفير المكملات، برامج التغذويه، مراقبتك ومتابعتك، كله كنت بتتعامل مع حد نيوتريشنست بره في الفرقه دي انت شخصيا كدودو؟ لا بره النادي لا. لان النادي موفر ده. يعني انت هناك في الفرقتين اللي لحد لعبت فيهم ده كان افيلبل هناك بالظبط. يعني كان في ليرز نفس الكلام، في سويندن نفس الكلام. سويندن في حد، وفي ليرز ما كانش في حد جوه النادي، بس زي ما قلت لك كان في. انت قلت لي كنت بتريفير بره واحده بنروح لها نتابع معانا، ساعات بتيجي تعمل قياسات معينه، اكل معين. وخلاص بقى يا دكتور انت اوريدي بقيت في المنظومه دي. لو انت عايز تتعلم بتتعلم، تقدر تاخد شويه نفسك لو الدنيا بالزبط. مثلا مش لازم تبقى انا فوق دماغك طول الوقت. بالظبط. خلاص اوريدي بقيت بتعرف ان انت بيحطوا لك ده الصبح عشان ده مهم لكذا، يوم الماتش فيه كذا، تقدر تمشي الدنيا. بالظبط. فخلاص وانت اوريدي جوه السيستم ده، مش محتاج حاجه براه. هو ده اللي بيحاولوا يوفروه الانديه في اوروبا، ان بيعملوا كل تفاصيل النجاح، كل تفاصيل اللي تخلي اللعيب اللي عندي ده احسن حاجه. فترتك في اوروبا دي ان انت كده يعني بلجيكا، انجلترا، وبعدها حتى فرنسا، قلت لي فتره في ايرل ايفينيون. بالظبط. احنا هنا في مصر بقينا مؤخرا بنتكلم، او انا شخصيا حتى بتكلم فكره الدي ان اي اناليسيس. وهل انت عملت الدي ان اي؟ ولو عملته هل كان يعني بينيفيشال بالنسبه لك؟ بغض النظر ان احنا ممكن يكون اتعاملنا بعدين انا وانت، بس هل كان بالنسبه لك ده اوف فاليو وعملته بدري؟ طبعا. عملته مرتين، مره وانا في اوروبا عملته مره، ومره وانا في مصر عملته مره. مرتين يعني. طبعا هي داتا بيديك داتا زياده ما كنتش تعرفها عن جسمك، وده ما كانش معلوم لدودو. بالظبط، كنتش معلوم. دي بيقول لك حاجه معينه، ان انت كافيين مثلا بيعمل معاك كذا كذا. انا مثلا مثال صغير، انا مثلا عندي مشكله مع اللبن، مع اللاكتوز. كنتش اعرف حاجه زي دي مثلا. كنت ما بشرب لبن اجي اكل حاجه فيها لبن بطني توجعني، تتعبني، اخش الحمام زي الناس اللي عندها مشاكل حاليا مع اللاكتوز. فعرفت مثلا حاجه زي دي. طبعا داتا تانية كتير مش هنتكلم فيها، بس التفاصيل دي فبتبدا تشتغل عليها. بيبدا النيوتريشنست برضو يعرف انت عندك كذا وكذا وكذا. فانا مش هديله ده، مش هعمل ده. على صعيد الاداء فرقت مع دودو طبعا يا دكتور، طبعا. يعني انا هقولها كده برضو بالسؤال العام، لو كان دودو عارف الداتا دي من بدري كنت بقى بالظبط كانت هتفرق. طبعا
طبعا في تكويني وانا صغير، في تكوين جسمي وانا صغير، في البرفورمانس بتاعي وانا صغير. اكيد لو انا كنت اعرف الحاجات دي او كنت بعمل الحاجات دي، لو اكيد كنت دلوقتي هبقى احسن من كده كمان. ده الطبيعي في اي حاجه. الحمد لله ان انا عرفت الحاجات دي بدري. فاهمك. بس ودي زي ما انت بتقول بقى دلوقتي، ان في ناس بتحاول تعرفها بدري، زي انت بتقول لي لعيبه المنتخب الاولمبي. حقيقي هو ده احنا قدرنا نوفر ده كمان جوه مصر النهارده. الناس بتقدر تعمل الاناليسز وننتربريتيت بقى معاهم ونقرر ونشوف. بس الفكره انت ما كنتش متخيل فيها تعرف الكلام ده طبعا. يعني انا ما كنتش عارف ان دودو كان يعرف الكلام ده لحد ما انت برضو اتقابلنا وعرفت ان انت لا ده انت عامل قبل كده وعندك الداتا والنو هاو. بس برضو ده ما كانش ثرو مصر، ما كانش ثرو يعني، ما كانش من خلال مصر. صح. ده كان بره وانت في الفتره بتاعتك بره. اوكي عملت لي هنا تاني كانت الداتا مش كلها معاك، بس لا كان بالنسبه لي حاجه ملفته ان لعيب برضه هو محترف يا جماعه. ناس هنا في مصر بقى لها سنين ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. طبعا. ودي حاجه يعني خلاص دلوقتي بقت اللي احنا بنتكلم فيه جديد ده بقى بيزكس هناك. هي دي ده الفرق. ان الحاجات دي عندهم من زمان، دلوقتي بقى ليفل تاني اكتر، ليفل ابعد. جي بي اس سيستم يشتغل بيه ازاي، تفاصيل معينه بيكسبكت اللعيب ده هيتصاب ولا لا، هيتصاب امتى، حاجات سابقين بيها كمان. وده اللي بيعمل الفرق. طيب 3 different cultures بقى يعني، انت بلجيكا انجلترا فرنسا. هل كنت شايف ان ده كلها دي challenges يعني؟ ولا لك بشكل تاني الدنيا كانت طاف عليك او اي يعني طبعا. فكره تظبيط الاكل تاني يعني. هقول لك حاجه ليه بسالك، لان انا بقابل الناس تقول لك والله يا باشا ده انا مش عارف اظبط 3 وجبات علشان مثلا بصحى وبروح واجي، مش سافرت 3 دول وعشت هناك سنين الكلام ده بالنسبه لك او بالنسبه لدودو في العيش التجربه دي يعتبر اكسكيوز؟ هل ده عذر ولا فعلا لا لازم اتصرف؟ ايه يعني احكيها لي انت. طبعا صعبه طبعا، يعني ان انت بتاكل اكل معين في مصر، بقيت اكل في بلجيكا بطريقه معينه. اكيل يا دودو اكيل مزاجي حلو. يعني اللي بيقعدوا معايا يعني تلاقيني عارف المطاعم وعارف الاوردرز ايه، واحب اجرب قوي. مش اكيل بكميات يعني، مش من النوع اللي تقعد معايا كل كميات كتير لا. بس دودو بيقعد عارف المطعم ده، حتى اصحابنا لما نقعد مع بعض انا اللي بطلب الاوردر. عارف المطاعم وعارف هم إيه؟ تديهم هم الزبد وانت تاكل. وانا عارف بالظبط. انا يعني الاكل بالنسبه لي مزاج. من الحاجات اللي رغم ان انت برضه بتحاول تدور على الهيلث بالظبط. بس بحب اجرب يعني، بحب اجرب مدارس مختلفه، واجرب ده ليجين، واجرب مش عارف ايه، واجرب ايه. والاكل بيعدي لي مزاجي. انا من الناس دي. يعني لو رحت مكان جديد اجربه. انا لسه كنا بنتكلم مع قلت لي ابو رحمن بص بلان وكل حاجه، بس الله يبارك لك انا مش عايز اتقدر. بالظبط. عايز ابقى مزاجي حلو، لان الاكل بيفرق معايا في مزاجي. والاوت كان لطيف معاك طبعا يعني طبعا. انت بحاول اخلي ان انا اكل حاجه تعجبني. فانا من النوع ده يعني، لو رحت مكان انا واكلت اكله مش حلوه، لا ممكن تفرق معايا في مودي. انا من الناس دي. رجعنا مصر، دجله 2 اعتقد برضو كانوا فتره جميله جدا اعتقد في دجله. نفس الكوميتمنت ولا الشخص بقى اتغير؟ احنا رجعنا تاني لبيتنا الجميل طبعا. فمش هقول لك حاجه، بس عايز تقنعني ان دودو فضل اون هيز تراك من ناحيه برضو التزامنا باكلنا وحاجاتنا، ولا برضو المصري الاصيل طلع بنسبه كبيره؟ مش 100% طبعا زي اوروبا. لان في حاجات مقومات في يعني، في مثلا في تمرين الساعه 6 بالليل مثلا فاهم؟ انا جاي من بتمرن 8 الصبح ل 9 الصبح اكيد فبنام في ميعاد معين، فباكل في ميعاد معين، فمره واحده مثلا التمرين بقى 7 8 بالليل مثلا، كنت تتعشى عشان تنام. بالظبط. فتيجي تاكل وجبه بعد العشاء فتستنى شويه. لكن الكوميتمنت بتاعي ما اتغيرش في شغلانتي. انا ده يعني انا كده ومعروف عني كده. انا بتاع شغل بحاول اعمل 100% و 120% كل يوم في كل حاجه. لكن طبعا زي ما بقول لك بقى اللايف ستايل فيه ظروف معينه تقدرش تتحكم فيها. لسه امبارح مكلمه تقول لي احنا بنعمل الريكفري في النادي البروتين وبتاع. المهم الحاجه اللي عملها مثلا خلصت، فلقيته بيكلمني بيقول لك يا عبد الرحمن، قلت له خير يا كابتن دودو، عايزين بقى علبه واي في الاوضه عندنا خلاص عشان نسرفس يعني. خلاص يا باشا اللي اتعمل خلص، انا هنعمل احنا سيب لي احنا بقى علبه الواي واحنا هنسوق، ما تشغلش بالك انت يا باشا عليا. ففي حاجات انت ما تقدرش تتحكم فيها، مواعيد التمرين، مواعيد الماتشات. فكره ان انت مفيش اكل في النادي مثلا. اعتقدش في نادي في مصر دلوقتي عنده اللي انا بقول لك عليه. عايز اقول لك الفكره طرحت اكتر مره في الاماكن اللي اشتغلت فيها، لكن تحس ان تنفيذها مش هقول لك تقيل على الناس، صعبه طبعا، بس عارف ما اقول لك ما عندوش النو هاو، مش عارف اسوقها منين. ما عندوش النو هاو،
تكاليف معينه. بالظبط. آه، فكره برضو في جمله بتصدمني، فكره شكهم في التزام المصري او اللعيب المصري. دي حقيقه. يعني عايز خلي اقول بالك لك ده مش قالت لي صح. والله قولا مش واحدا. صح خلاص يا دكتور، خلي بالك. هو انت يعني ضامن ان الرجاله دي خلاص يعني كلها تمشي اكس؟ اتقالت لي. لا لا يا لا، باشا ما اضمنش حاجه، بس اكيد اما الناس تشوف الخير اكيد مش هتسيبه وتمشي تروح احنا تعك. شخصيتنا المصريه او العرب عامه، حتى انا اتعاملت مع مغاربه وتوانسه وجزائريين كتير، احنا بنحب الحياه، بنحب غير الاوروبيين شويه، الاوروبيين مكن، لكن احنا بنحب تتبسط، تعرف تخرج مع اصحابك تقعد ماشي. بس احنا برضو عندنا حته ان انت لو اتحطيت في حته معينه وقت الزنقه زنقه، بالظبط. انا عندي كمان اسبوع امتحان فهعرف. اقفل بقى الباب وبيني وبين ملزمتي ومع السلامه. بالظبط اللي انت بتقوله ده. فدلوقتي النادي اللي بيحاول يعمل حاجه زياده للعيب حتى لو هي جديده عليه، انا مش بتكلم على الكوره، خلي بالك انا بتكلم على اي رياضه. اي رياضه، صح صح. بتلاقي اللعيب غصب عنه يبدا يروح للحته دي. ده في هنا فهتفيدني، فهتفرق معايا، فهحاول اركز فيها وازودها على اللي انا بعمله. فلا اللعيب المصري لا بيبقى عايز يتطور ملوش وعايز ملكه، بس ملوش ملكه برضه. مش مالكه طبعا طبعا، بس بيبقى عايز يتطور يعني. معظم اللعيبه بتبقى عايز تطور، بس في ناس مش عارفه. شافوا المثل يعني. انت النهارده انت قلت مثالين عظام، يعني اذا كان صلاح، النني، وقرائن تانية بقى لعيبه خرجت. يعني انت عندك زيدان طبعا الناس دي بدأتها من بدري. انت كدودو مش هقول لك يا سؤال بقى تقليدي والكلام اللطيف ده، بس شايف حد بروميسنج من الشباب الصغيرين او حد يعيد التيمه بتاعت ان حد يحترف ويبقى بلاش اقول لك بس لعيب كوره، لعيب كوره؟ طبعا في لعيبه كويسين يعني. انا طبعا مش بتابع كل الصغيرين قوي بس في مثلا عندنا 2 ابراهيم عادل أيوة. ومحمود صابر. الاثنين دول بص 2 هايلين والله العظيم، دي حقيقة. والاثنين دماغهم كوره. هي الاثنين لعيبه جامده جدا. صابر حرفيا صابر بيكلمني كل الماتش، عبد الرحمن قبل الماتش وبعد الماتش وجوه الماتش وانا نايم ربنا يحفظه. لا صابر ده هيجي لعيب كبير. وابراهيم لعيب كبير، لعيبه كويسه جدا يعني، شغالين معايا في النادي، فانا بشوفهم كل يوم يعني. الناس دي لو خدت فعلا الفرصه زي ما انت بتقول. لا وفي غيرهم يعني، لو هتكلم بره تعاملات مثلا نادي بيراميدز عموما، انت عندك محمد مغربي اهلي وسموحه حاليا، شوبير مصطفى، الديديكيشن مرعب، والعيال دي بتوصل. حمزه في الواد حمزه علاء، وزي ما قلت لك لا في الواد كباكا اللي هو دجله، بما ان ذكرنا دجله وبحاليا في الاهلي. عبد الرحمن رشدان السيرد باك بتاع الاهلي برضو جاي من دجله. شباب كتير صغيرين، مش عايزك اقعد اتكلم في اسامي وانسى، بس لا الشباب دي فعلا لو عارف العيال دي خدت الشانس كده بحريه بره، العيال دي هتلاقيها فوق خالص. هو ده ابن كابتن نادر السيد برضو يعني دكتور يعني. لا العيال دي فعلا فاهمه اول حاجه تعليم كويس، لغه كويسه، ودي كانت حاجه بفتقدها اللعيبه قبل كده، فكره اللغه. النهارده مفيش حواجز اللغه خلاص. منتاليتي قويه جدا. ممكن يكون لسه شاب صغير فبيفكر يبقى اخرج واتفسح، بس برضو عندهم ليميتس، كلهم عندهم ليميتس جدا، وحاطين تارجت الكوره قصادهم. كل واحد عنده منتور، كل واحد شايف حد كان هو كبير. فبرضه ارجع اسالك انت كدودو، راجل كبرت في الكوره من 2006 و2000 وكذا، كان دودو ليه منتور في الحكايه بتاعت الكوره دي؟ مش منتور بقد ما انت بتتكلم، قصدك مثل. مثل بص له حد تقول بص انا بس عارف بقى جو صورتي وفي السقف. أيوة. طبعا كان في عندي يعني بره كنت بحب تيري هنري جدا. كان ساعتها اول ما طلعت كان هنري هو نجم العالم في ارسنال، كان بيعمل حاجات غريبه جدا. بالظبط لعيب مرعب. فبالنسبه لي كان هنري ده، خلي بالك انا شفته على الحقيقه. فبالنسبه لي كان هنري ده بتفرج عليه، شوف طريقته عامله ازاي، الفينش بتاعه عامل ازاي. الفينش بتاعه كان غريب جدا، حركاته مش طبيعي. ورونالدو طبعا رونالدو نزاريو ساعتها برضو اول ما طلعت كان هو النجم العالم. الاثنين دول بالنسبه لي طبعا كنت بتفرج على فيديوهاتهم وطريقتهم في جوه مصر. مش ممكن يعني جوه مصر كان حسام حسن العميد. مفيش فيرود ما قالش كابتن حسام حسن. مختلف خالص. انا اول ما طلعت كمان فريق اول في النادي المصري. انت شفت حسام؟ ما انت شفت كابتن حسام حسن؟ شفته ولعبت معاه. اوكي يعني سيبك ان هو مرني في المصري بعديها. لا انت الموسم اللي عملته جامد اللي هو مشيت بعديه كان كابتن حسام حسن اللي ماسكني، صح. لكن انا اول ما طلعت فريق اول كان هو موجود في النادي، فشفته بقى الحقيقه. حسام حسن بيقول عليه اساطير. مفيش حاجه اسمها اخسر في التمرين، مفيش حاجه اسمها ما جابش. الباشن بتاعه بقى للكوره وقلبه وطريقته وروحه، وهو كان ساعتها برضه كبير في السن لما كان عندنا في المصري.
تمرين وازاي ملتزم في يجي قبل التمرين بفتره ويقعد ياخد باله من نفسه روحه. غير بقى طبعا كواليتي الكوره يعني فرقه غريب. كوره في ال 18 مفيش مفيش. حد في مجال الكوره سئل على الراس حربة مثلا تاريخ مصر اللي قال حسام حسن. كان بعيد خالص، عنده كل حاجه، كان قوي، صندوق، عنده قلب، عنده روح، بيعرف ازاي يمين وشمال يتحرك الماتش كله، يقعد تحس ان هو جعان كل ماتش وكل كوره ان هو يجيب جون. غير طبعا الكواليتي، غير ارقامه بقى ونجاحه في الانديه اللي لعب فيها. فبالنسبه لي لا، وما شفت كمان على الحقيقه لا مش طبيعي، مش طبيعي بجد. اللي يشوفه يقول مش طبيعي في الكوره. حقيقي. فكابتن حسام حسن طبعا كان. هل يا دودو هقول لك برضو على ذكر ان احنا برضو بنحاول ننقل اكسبيرينس للناس. انت اتكلمنا كتير في موضوع التغذيه وقد ايه اهتمامك وقد ايه يعني بره غير جوه. هل شايف ان في مؤسسه او شايف ان هنا في مصر ممكن يبقى الموضوع بروميسنج عن كده؟ يعني فكره ان الناس تهتم بفكره التغذيه، تتابع التغذيه، تشوف حد يكوربريت معاه في التغذيه، الكلام ده ممكن يكون فعلا يعني موجه للناس، اتحادات، فرق. ما هي لازم تيجي من فوق. من فوق يعني قصدي من قائدين المنظومه نفسها. بالظبط. يعني من الاتحادات زي ما انت بتقول. اي رياضه لازم الاتحاد ده يحط زي ما هو بيركز ان هو ازاي يجيب مدربين ولا يعلم مدربين. حاجه زي التغذيه دي لازم يبقى موجوده في المنظومه دي. ومن تحت، يعني هي من فوق كقرار ومن تحت كامبلانت، كوعي بقى في اللعيبه. بالظبط. ان انت هبدا من فوق، ان انا الناس اللي ماسكه الانديه، اي نادي حد رئيسه او حد دايره، اي اتحاد حد رئيسه او حد دايره، لازم حاجه زي دي يهتم بيها. ويبدا من تحت، لانه مش هيعرف يبدا من فوق. ما فاهمك، دعم لقيصر حاليا. يعني لو في نادي ولا حاجه هحاول طبعا في الفيرست تيم، بس ان اللعيبه الناشئين تهتم بالناشئين من هو صغيرين. لو اللعيب عارف انا باكل ايه وايه اللي بيخش في جسمي وايه اللي بيفيد جسمي وايه اللي ما بيفيدش جسمي، صدقني وهو عنده 16 سنه هيبقى هو عنده 18 سنه حاجه تانية خالص. والله الكلام ده والله العظيم بفلوس. ده اتقال زي ما انت بتقول كده. انا لو اعرف ده وانا صغير كان زماني مش بره، كان زماني ما بيلعبش في مصر. طبعا كان بتقال لي قبل كده. طبعا يا دكتور، تفضل اتفرج على الناس الرياضيين اللي بيلعبوا اولمبيكس، اي رياضي في الاولمبياد اللي هي الالعاب الفرديه. تشوفوا هو بيتكلم ازاي على الالتزام بتاعه في التمرين وفي الاكل. مش ممكن بيقعد، يعني الرياضات الفرديه دي يقعد العالم تاني سنتين 3 بيعد عشان بطوله، عشان سبق 10 ثواني عشان مثلا سبق سباحه 50 20 30 ثانيه بالظبط، علشان رميه. تخيل رميه يعني. لا كل الالتزام اللي بيعمله ده وكل الديديكيشن اللي هو فيه لمده سنين عشان زي ما انت بتقول رميه. حقيقي رقم جه في رميه وقالوا 4 سنين بيعد لي. تخيل. وده معانا يعني. يعني انت بتتكلم على حد ما مصطفى محمود ده ولد بطل الجمهوريه في رمي الرمح. الراجل احنا بنحاول شاب صغير يعني بيلعب، الراجل لسه ملمس في العشرينات او 21 سنه. فانت بتحاول تعمل بطل كبير. هو بيحلم بالاولمبيكس وبيحلم ازاي يكون حاجه زي دي وبيعد لها سنين. فتحس فعلا اوكي الكلام جميل بس نفسك ينطبق على الكل. يعني بدل ما بتكلم بس في دودو، الناس بتتفرج على محمد صلاح، الناس سمعت من محمد زيدان، سمعوا حاجات تبقى هو دي المنظومه العاديه الكامله. صح. هي دي يعني الفرق ان المنظمات في مصر او الانديه تحاول تنشر الوعي. بالظبط، الوعي ده الحاجات دي بتفرق جدا. مش مجرد ان انا اجيب لك مدرب كويس يقول لك شوط الكره ازاي، او يمرنك بدني تجري كتير. طب جميل، عشان ابقى بدني كويس قوي كده لازم معد بدني يمرني بطريقه معينه. لازم حد يقول لي ازاي اتغذى بطريقه معينه. لازم حد يقول لي انام ازاي بطريقه معينه. في دكاتره نوم دلوقتي. نوم. تخيل بره في دكاتره نوم دلوقتي في الانديه. لعيب ما بيعرفش ينام كويس، لعيب نومه وحش، بيعملوا عليه تيستات يقدر ينام احسن ازاي. يقولوا له لسه سامع هالاند كان بيتكلم، ما بتسمعش ده بنخاف مثلا يقول لك بيحط حاجه على يكتم بقه عشان فكره البريدنج مثلا تنفسها من بقه. تخيل واحد من هداف يا باشا ده الله يرضى عليك، ده ما تجيبوش سيرته ده عشان هتلاقيه دلوقتي احنا بنتكلم جاب جونين دلوقتي. يعني ما بيلعبش بس هو جاب جونين في اي حاجه. بالظبط. هي دي التفاصيل الصغيره اللي لا بتفرق. اللي الحقيقه دي اللي بتفرق في الرياضيين. واحنا بلد سيبك من عددنا قد ايه، عدد الرياضيين او الناس كتير. مش الرياضيين، الناس اللي بتحب الرياضه في مصر كتير جدا. روح اي جيم، روح اي نادي، الانديه الاجتماعيه اللي عندنا، خش النادي يا دكتور تلاقي
كل اللعيبه الصغيره بتلعب، صح. اللي بيلعب كوره واللي بيلعب باسكت واللي بيلعب مش عارف بول ايه. والطايره وسباحه وخماسي حديث وسكواش فما تقوليش ان البوبيوليشن دي كلها مش هيطلع منها كميه ابطال يجيبوا ميداليات في الاولمبيكس، حقيقي. ولا لعيبه كوره جامده زي صلاح والنني وزي الناس اللي لعبت في الليفل ده. طبعا في كتير، بس ازاي احنا بنطلع ده؟ ازاي بنعمل لهم طريق يوصلهم للحته دي؟ هل الحكايه اللي انت بتحكيها دي كلها يا دودو ما كانش فيها بنقول داونز مثلا؟ يعني برضو اصل الراجل عاش في اوروبا، واحنا يا عم اللي بيسافر مرتين اوروبا في مطار بيرخموا عليه. هل الفتره دي كلها في بلجيكا انجلترا فرنسا بلغتنا كده في الكوره يا باشا ما قفلتش في وشك؟ لا طبعا قفلت، بعد فرنسا قفلت معايا في اوروبا. انا من ساعه ما سافرت يا دكتور كان كل هدفي ان انا افضل في اوروبا. تمام. فكان كل شويه يجي لي عروض من مصر واقول لهم لا انا مكمل هناك. اوكي. فجيت مثلا بعد فرنسا، فتره فرنسا دي كانت مش احسن حاجه بالنسبه لي. وفسخت عقدي معاهم السنه اللي بعديها لان النادي حصل فيه مشاكل اداريه، فبقيت فري بلاير، لعيب حر. بالظبط. بس يا باشا مني ليك بقى، انا فري. والفتره اللي في فرنسا دي ما كنتش بلعبش كتير قوي، ما عملتش ارقام يعني. فالاوفرز اللي جات لي مثلا في انديه في اوروبا مش كويسه، وانا كان طموحي اعلى من كده. كنت بدور على الستيب الهاير. فدي مثلا كان بالنسبه لي داون، فاتاقلمت عليها خلاص. رجعت الدوري المصري. انت رجعت وانا راجع كمان وادي دجله. بالظبط. دجله طبعا كان فرقه كويسه جدا في الدوري جدا ساعتها، لكن برضو ما كانش مثلا الاهلي والزمالك. مع ان انا السنين اللي قبلها كان كل سنه يعتبر النادي من الانديه دي بيكلمني عشان ارجع، وانا اقول لا انا مكمل في اوروبا. فما بقيت فري ما جاليش الانديه دي مثلا، مفيش. جالي طبعا انديه تانية غير دجله، بس انا بتكلم على التوب مثلا. صح فاهمك. واحد جاي من بره المفروض يا جماعه فاكسبكتنج ان تبقى في التوب ليفل هنا. سبحان الله انا لعبت في دجله، رجعت مدرسه دجله سنه، انا 6 شهور كان الاهلي والزمالك بيكلموني تاني. فانا قلبت حاجه زي دي انت بتقول داون لبوزيتيف. طيب اوكي انا خلاص ده الاوبشن اللي قدامي، انا هرجع دجله بيتي وكل حاجه. رجعت كسرت الدنيا لمده 6 شهور. في يناير كان عندي اوفرين من اكبر ناديين في مصر، الاهلي والزمالك. لكن ساعتها انا قررت ان انا جددت عادي في دجله، كملت وبعد كده طلعت تاني بلجيكا، لان كان فرقتنا ساعتها فرقه جامده، وانا كنت جدا كان فرقه استريح. وانا اهم حاجه عندي يعني ظروف معينه خلتني اجدد وجددت. وسبحان الله من برضو بعد ما جددت عرفت ارجع تاني اوروبا. طبعا اي كارير يا دكتور لاي رياضي بيبقى فيه داونز طبعا. فبالنسبه لي دي ساعتها كان، بس ازاي بقى انت بتقدر تتاقلم؟ ان انا خلاص دي التشالنج اللي قدامي، فانا هحاول اخد احسن حاجه فيها واحاول اغير اللي انا كنت فيه. فالحمد لله لعبت سنتين في دجله. ساعتها كنا بننافس على الرابع والخامس، كنا فرقه جامده قوي. كان لو تفتكر ملوده ما كان موجود، ستانلي فرقه جامده ساعتها. الحضري كان موجود ساعتها برضو السنه الثانيه. وقمت راجع تاني اوروبا. كان ليرز يكلموني تاني عشان كانوا في الدرجه الثانيه، كانوا عايزين يصعدوا تاني. ترجع كده كابتن الفرقه تقريبا. كنت من كابتن الفرقه ساعتها. صعدتوا الدرجه، صعدتوا ديجري وبس. لكن حصل مشكله بالظبط حصل مشكله ساعتها بقى مع يعني الاونرز مستر ماجد سامي. حصل مشكله في الرخصه بتاعت النادي. فالنادي بقى ساعتها خلاص كان هينزل هو، لان تعرف بره في رولز معينه، في ريستريكشنز معينه، انت لازم تدفع ارقام معينه، ولو عليك ضرايب معينه لازم تخلص حاجات كده. وقمت مقرر ان انا ارجع تاني بقى مصر. فرجعت على دجله سنه، لعبت سنه في دجله، ورحت بعديها بيراميدز اللي هو اعتقد 2019 من دي السنه الرابعه ليا في بيراميدز. خلال الكارير ده كله يعني انت بدأت من كام على الداونز، اصعب فتره يا دودو بالنسبه لك في فتره الاحتراف كانت ايه وامتى؟ ليه برضو تاني ان زي ما قلت لك فكره انسبيريشن، انت راجل رحت وجيت وفي لعيبه كتيره ممكن تروح وتعطل. فاكيد الحلو نحب نسمعه، بس برضو نسمع فكره الراجل ده. اكيد باشا حدش همدك بلغتنا برضو. طبعا يا دكتور يعني في كذا حاجه صعبه. اول حاجه طبعا الطلعه الاولى، ان انت من الدوري المصري لاوروبا في فرق ليفل. اوكي. في فرق سرعه، الريتم هناك اسرع في التمارين في الماتشات. فطبعا ان انت تتاقلم على الريتم ده، على ليفل لود التمرين ده، على اللغه دي. انا الحمد لله دلوقتي بتكلم اللغه الهولنديه وبتكلم فرنش، بتكلم اللغتين اللي انا غير الانجليش طبعا. اوكي. فدي طبعا كانت فيها صعوبه حلوه. يعني مش صعوبه تحدي، مش رخامه يعني، مش رخامه. لكن في صعوبات طبعا، مثلا عنصريه.
قابلتها؟ طبعا في عنصريه في كوره في اوروبا، في مدربين اوروبيين بيحب اللعيب الاوروبي، بيروح للعيب الاوروبي بتشقى وكل حاجه برضه مش جايبه. جميل، بس ده احسن منك، اصل بيعمل مش عارف ايه، ودي مش حقيقه مثلا، يبقى انت احسن منه وبيروح ففي عنصريه في الكوره، في عنصريه جماهيريه حقيقي. يعني، في عنصر جماهيريه، بتيجي تلعب ماتشات تلاقي حد بيتريق عليك. انا مره اتطردت في ماتش، انا الطرد الوحيد اللي في حياتي اللي اخدته في اوروبا. اتعصبت على حاجه ولا ايه؟ دخلت في كوره في 18 مع لعيب مدافع، فرقصته وخبطني وقمت واقع. حلو. ساعتها ما كانش فيه فار ولا بتاع، فالحكم ما حسبش، فقمت ايه اهلل، قام شاتمني مثلا، بس شتمني يعني شتيمه عنصريه. اوكي. فقمت لافف مديله في صدره. لقيت الكارت العضات مثلا، الطرد الوحيد اللي اتضربته في حياتي. ساعتها ما كنت ما عرفتش اعمل كنترول لنفسي. وده اللي حصل. مره تانية عنصريه، كنا في ديربي في بلجيكا، فرقه ليرز مع فرقه اسمها ميخلن، ده ديربي. اوكي. كان ساعتها في الفرقه في 4 أو 5 مصريين، وفي مثلا بتاع 4 لعيبه او 5 لعيبه عرب كمان. في مثلا نص الفرقه مسلمين. رحنا جايين نلعب الفرقه التانية، لقينا بانر كبير كده حاطين حاجه عنصريه. حطوه كده وهم شايلينه واحنا في التسخين عشان يعني يضايقونا. يعني حطوه تشوفوه بعد كده نشيله. بالظبط، مش عايز اقول ايه بالظبط، بس حاجه ليها دعوه بالعرب. اوكي. فاهم، هم حطوه كده منظر وهم شايلينه على طول. دي حاجه عنصريه. في مدربين عنصريين، الحاجات دي قابلتها طبعا. مش عايز اقول لك الموقف بالظبط، بس في مدربين لا عنصريين. الحاجات دي انت حاجه من الاثنين، يا زي ما انت بتقول كده بتهمدك وتركز فيها، يا انا مش شايفك وشغال تزقك اكتر. بالظبط، وتبص لفوق بقى، اللي هو يعني كده اللي هو ربنا، اللي هو هتاخد نصيبك وهيكرمك. فانا كنت باخد الاتجاه ده. انا هشتغل وماليش دعوه بيه، مش شايفه. في لعيبه عنصريين، في لعيبه هذا شفناه كمان كتير في الملعب نفسه. بالظبط، حتى معاك ممكن في فرقه تلاقي لعيب مثلا بيتعامل معاك مش كويس قوي. حقيقي. كلامه طبقي شويه. كان لسه الانسلت الاخيره كانت حصلت بتاعت سانيه وماني، يعني لو سانيه في البايرن وماني قبل ما يمشي، الحاجات دي بتحصل. كان في مشكله بينهم ليها علاقه بعنصريه. الحاجات دي بتحصل. في يعني ممكن تركز فيها، وممكن يعني زي ما تقول توقفك وتضايقك او تزقك. دي الحاجات اللي قابلتها في اوروبا رخم، اللي هي اللغه، تاقلم على رتم، طريقه اللعب. بره برضو التاكتكس اعلى، كل مدرب ليه طريقته، فالتاكتكس مختلفه. لازم تبقى بره بيهتموا قوي بالتاكتكس، بالوقفات، انت بتقف فين، المدرب طالب منك ايه. تحليل بيبقى هناك اعلى شويه. فطبعا لازم تتاقلم على الحاجات دي. صلاح مش بيلعب كده وخلاص. صلاح ده راجل حلم. مش بيلعب كده خلاص، بيحللوه كل ماتش وكل تحرك، وعارف يقف فين وما يعملش ايه. الحاجات دي طبعا حاجات. لكن التشالنج الاخيره بقى، اللي زي ما قلت لك لما مشيت من فرنسا، كان بالنسبه لي صدمه ان انا ما لقيتش فرقه كويسه في اوروبا. دي كانت بالنسبه لي تقيله داون. دي اللي اكتر دي اكتر حاجه كانت ممكن نقول بالنسبه لك هارد بريكنج يعني. بالظبط، يعني ان انا فري، وانا لسه كان ساعتها مش فاكر عندي 26 27 سنه 27 سنه مثلا، حاجه كده، ومش لاقي نادي في اوروبا كويس. دي كانت بالنسبه لي صدمه. فدي يمكن في الكوره دي الداون بالنسبه لي كشخصيا، ان انا ضايقتني ان انا ايه ده انا مش يجي الاقي ايجنتات بتكلمني في اوفر هنا، اقول لهم لا الدوري ده مش عايز العب فيه. طب في النادي ده بس بالسعر ده، قال لهم لا ما برضه مش هعرف اروح بالسعر ده كده، لحد ما لقيتش حاجه خالص كويسه. كانت صدمه بالنسبه لي بقى. فاضطريت ان انا ارجع لمصر. هي دي الوحيده يمكن ككارير داون بالنسبه لي انا. بس لكن الباقي كله لا بقى سكه طويله ما شاء الله. بالظبط، سكه طويله قوي ما شاء الله. انت بتتكلم كام سنه كوره؟ دلوقتي انا 35. انت بتتكلم في يعني 15 وانت عندك 15 سنه فبنتكلم 20 سنه كوره. 20 سنه فيها كميه خبرات جوه مصر وبره مصر. مش اي حد يستحمل الفاليوز دي كلها. لو قعدت بقى ناكب فيك بقى اسئله كده سريعه. اتفضل. عارف اللي هو ايه مثلا زي ما قلت لك، يعني مين اكتر لعيب او اكتر مدافع ممكن يكون كان تقيل قصادك وانت بتلعب كوره، حتى لو بره مصر؟ ما عنديش مشكله. لو بره مصر لعبت ضد كوليبالي بتاع السنغال، كان بيلعب في بلجيكا، لعبت ضده ماتش، كان هجمه برضه كده. ممكن لقيت حاجه قدامي كده غير طبيعيه بدماغه دي. لا كان جامد جدا. لعبت ضد ديفيد لويز في المنتخب. اوكي. برازيل. ديفيد لويز طبعا كان مدافع جامد جدا. دول اللي انا فاكرهم. ممكن يبقى في حد تاني في دماغي، بس احسن فيرود ممكن تكون شفته انت بعينك، بس شفته بيلعب معاك بعيني انا. شفت لوكاكو عنده 17 سنه، ما مصدقتش. مش ممكن يا دكتور، هو عنده 17 سنه كان بيلعب في اندرلخت.
كان بيلعب اندرلخت 17 طلع منه على تشيلسي. احكي لي طب ايه احنا في الممتاز هنلعب اندرلخت. طبعا انا سامع ان يعني شايف ان في لعيب صغير في الدوري ابن 17 سنه ده غلبان سنة ده، بيجيب نشوف جوان، ده بيع ايه بينزل. ده. شفته على الحقيقه ما صدقتش ان ده 17 18 سنه ما شاء الله، حاجه متر حاجه و90 مثلا. وكان ساعتها عامل اللي هي اللي هي الزعرورة دي. الضفاير دي ايوه. آه. كان لا يخوف. وكان ساعتها بقى طبعا سرعه غير طبيعيه وقوه غير طبيعيه. فانا لما شفته 18 سنه ما صدقتش ان ده هو وكيفن دي بروين وكورتوا الثلاثه في الدوري. لان كمان انا شفت كورتوا ودي بروين كانوا بيلعبوا في جينك مع بعض، فلعبت ضدهم. مش ممكن عندهم 17 18 سنه بيلعبوا، لا يعني السنه دي لوكاكو ده ممكن ياخد الناس ويمشي. مش ممكن. جاب فينا جون من نص الملعب، كنا هجمه مرتده نص الملعب واخد اخد السردباك لف بيه وقعد يجري. فالامكانيات دي لا ما شفتهاش في لعيب 17 18 سنه في حياتي. ساعتها ساعتها في السن ده. والنهارده اديك شايف انت طبعاً بتتكلم على فين؟ بس قاطره بتكلم بشريه. تخيل بقى الامكانيات القاطره البشريه دي وهو عنده 18 سنه كان عامل ازاي. مين ممكن يكون تقول دودو برضه بلا حرج يعني احسن ايه في الدوري المصري حاليا؟ احسن لعيب في الدوري المصري حاليا كبرفورمانس اعتقد زيزو. يعني زيزو في الزمالك هو بس كبرفورمانس لان مجمع عليه ارقامه كلاعب مصري جوه الدوري المصري كلها مجمع ارقامه عليه. خلي بالك زي زيزو لعب معايا في فليرز. اوكي. فانا عارف امكانياته ان هو اصغر من كده. لكن في الاخر الكوره زي ما بقول لك استمراريه. انت طول الموسم عملت ايه؟ طول الموسم من اول الموسم لاخره ستاندنج تلعب مؤثر في فرقتك ارقامه. فهي دي اللي بتخليه في الحته دي. انا بالنسبه لي هو يعني احسن حد دلوقتي موجود في الدوري. الاسترايكر رقم 9 زي كده يحب لعيب يخدم عليه، خاصه انت لعبت كوره ايام ما كان مركز ال10 ده ليه رونقه. طبعا تحب تلعب مين يكون تحتيك؟ طبعا شفت تريكا. بس خلاص تريكا في الثانيه. عبد الله طبعا، عبد الله السعيد برضو في حته ثانيه. دول اتنين لعيبه مختلفين جدا عن اللي هم اللعيبه اللي موجوده. اللعيبه دي فعلا زي ما بيتقال كده باشا يعرف يوصلك للجول بالظبط. عندهم اللي هو الكواليتي بقى المختلف اللي هم بيشوفوا بظهرهم. ايوه هو ده اللعيبه اللي محضرين على طول. فدول العشرة اللي هم ايه كرييتيف بطريقه مختلفه خالص عن الموجودين دلوقتي يعني. قصدي عبد الله وتريكا. طبعا صدعتك؟ لا يا دكتور ده انا اللي صدعتك شكلي. حبيبي ودود والله بص انا انبسطت بيك جدا جدا. يعني اتمنى يكون الناس فهمت قد ايه برضه في انسبيريشن عند الراجل ده جابها بقى من تحت. انا بحكي لك على حد من هو 16 سنه خد شنطته وطلع في كونتست او مسابقه قال لك يا باشا انا طالع انجلترا ومش راجع تاني. فحكاوا كتير والالهام في القصص دي هو هدفنا في فكره البودكاست عندنا. واسمع واسمعي اذا كان رياضي او بنوته او رياضيه صغيره. افهم واستوعب واعرف يعني ايه سبل النجاح. الناس دي ما وصلتش اللي وصلته ده من فراغ. يعني الراجل ده ما لعبش بره مصر وما لعبش منتخب مصر وما النهارده مش في احسن المستويات المنافسه واحسن انديه في مصر من فراغ. لا خد بالاسباب، اهتم بتمرينه واهتم بتغذيته، سعى بكل سبل النجاح، قفل على نفسه زي ما بيتقال كده. زي ما انت لو وراك حاجه مهمه وعايز تعمل لها تحضيرها لازم تقفل على نفسك. هو ده سبيلك الوحيد انك تبقى فاهم ان انا ازاي اختصر او شورت كات اللي غلي يعني عمال ينتع فيه بقاله سنين. فتقدر انت تنجز على نفسك مشوارك، تبدا تكون في مستوى احترافي، تبدا تكون في ليفل كبير ليك من وانت كمان صغير. شرفتوني. سلام عليكم.